أم في منتصف العمر اسمها كاي كانت نايمة نوم عميق في غابة بعيدة في إندونيسيا لما سمعت تليفونها بيرن. على ما مسكت التليفون المكالمة كانت راحت للفويس ميل، ولما كاي بصت على الشاشة قلبها اتقبض جدا من الخوف لأن شافت إن جالها رسالتين شكلهم ضروريين قوي، وكمان رسايل كتير كلهم من أختها اللي كانت موجودة في هاواي. وفي الرسايل دي كانت أختها بتحاول تقول لكاي إن ابنها عنده عدوى بتنتشر بسرعة وإن هي ممكن إن هي تموته، وعشان كده هي محتاجة إن هي ترجع البيت فورا. رحلة كاي لإندونيسيا عشان تشتغل في مزرعة كانت مغامرة عمرها، بس دلوقتي كل اللي كانت قادرة إن هي تفكر فيه هو ابنها. وبعد يومين أخيرا كاي وصلت جنب سرير ابنها واتصدمت من اللي شافته، لأن لما كانت سابته وسافرت ابنها الشاب ده كان بصحة كويسة قوي، بيحب ركوب الأمواج وشخص رياضي. بس دلوقتي شكله كان تعبان، متوصل بأجهزة كتير وأسلاك وأنابيب طالعة من كل حتة في جسمه. بس الأم في صدمتها دي كانت بتسأل نفسها سؤال واحد بس، وهو إزاي ده ممكن يكون حصل؟ السلام عليكم، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة كالعادة فيها لغز جديد ومحير، فلو عجبتكم قصة النهاردة ياريت تعملوا لايك، ولو انتوا مش مشتركين في القناة ياريت ان انتوا تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نبدأ اللغز الطبي بتاع النهاردة. يوم 24 ديسمبر سنة 2008، أثناء ما معظم السكان بتوع هاواي كانوا بيحتفلوا بليلة الكريسماس، كان جراهام اللي عنده 23 سنة لسه راجع البيت من يوم شغل طويل قوي في المقاولات. جراهام ركن عربيته في مدخل بيته بس ما دخلش جوه البيت، بدلا من كده هو فضل واقف، أخد لوح ركوب الأمواج بتاعه وحطه في العربية بتاعته، وبعدين طار بسرعة ناحية المحيط اللي على بعد دقايق. ركوب الأمواج كان الحاجة الوحيدة اللي بتساعده إنه يسترخي بعد 8 ساعات من شيل مواد البناء في موقع الإنشاء. جراهام كان سايق والشبابيك مفتوحة في الليلة الدافية دي، وكان بيستنشق ريحة ملح البحر ومبسوط قوي إنه رايح عشان يركب الأمواج. قضى كام دقيقة وهو بيلبس بصعوبة بدلة الغطس بتاعته، بعدين مسك اللوح بتاعه وجري ناحية المية. جراهام قضى وقت طويل قوي في المية، بعدين بعد ما خلص وصل البيت بتاعه، وفي الوقت ده الليل كان خلاص دخل. لما وصل البيت اكتشف إن هو اتأخر لأن كان في صديق طلبه إن هو يشارك في عشاء، كل واحد بيجيب معاه طبق وهو كان لسه لازم إنه يعمل حاجة، وعشان كده ما كانش عنده وقت كتير، فجري بسرعة خرج للجنينة الكبيرة اللي ورا بيته. هو كان زرع الجنينة دي مع مامته كاي، وكاي كانت عايشة معاه في البيت، بس هي كانت في الوقت ده بتشتغل في مشروع زراعة عضوية في غابات إندونيسيا البعيدة. وزي مامته جراهام كان بيفضل قوي أسلوب الحياة العضوي والطبيعي وبيحب يزرع أكله بنفسه، حتى ان هو كان بيمارس طب الأعشاب زي مامته بالظبط، وكان عايز ان هو يبقى معالج في يوم من الأيام، وكان بيحب ان هو يشارك بفاكهة وخضار الجنينة بتاعته لكل اللي يعرفهم. عشان كده هو حصد كرنب من الجنينة بتاعته، بعدين عمل طبق سلطة بسرعة وطلع يجري على حفلة العشاء بتاعة الكريسماس، وقضى الليلة بيضحك وبيحتفل بالعيد مع أصحابه. ولما رجع البيت وطلع عشان ينام في سريره كان حاسس ان هو كويس قوي. بس تاني يوم الصبح بقى في يوم الكريسماس نفسه، جراهام صحي بصداع رهيب، مع انه مشربش اي كحول في الليلة اللي فاتت. فضل في السرير من غير ما يتحرك لكام دقيقة، كان حاسس بنبض قوي في دماغه، بس بعد كام دقيقة النبض اللي في دماغه بدأ ان هو يهدى، فأمن على السرير ووقف عشان يلبس. بس فجأة ايده بدأت ان هي توجعه، بدأ ان هو يحس ان هو عايز يهرش فيها، وأثناء ما كان بيعمل كده بدأ يحس ان هو عايز يهرش في رجله. قريبا بدأ يحس ان جسمه كله عايز يهرش فيه، بس لما بص على الأماكن اللي بيهرش فيها ما كانش فيها أي نوع من أنواع الطفح الجلدي، ومهما هرش في كل حتة بقوة ما كانش فيه أي راحة. عمره ما حس بالإحساس ده قبل كده، وده خلاه قلقان قوي. كان بيتمنى لو يقدر إنه يكلم مامته ويسألها عن نصيحتها، لأنها كانت هتعرف بالظبط إيه الأعشاب اللي المفروض يمضغها أو إيه الشاي اللي المفروض يشربه. بس طبعا هي كانت مسافرة، مع ذلك أخت مامته اللي كان اسمها لين كانت بتعرف كتير عن العلاجات الطبيعية برضو، فاتصل بيها وهي قالت له يجيلها فورا. جراهام خد مفاتيح عربيته وخرج من الباب وهو بيهرش طول الوقت. السواقة لبيت خالته أخدت حوالي 15 دقيقة، بس هو في اليوم ده حس إن ده وقت طويل قوي. على ما وصل إيده ورجله لونه بقى أحمر فاقع من كتر الهرش اللي كان بيعمله، معدته بدأت إن هي تتقلب، حس إن هو خلاص هينهار. فتح الباب ودخل وهو بينادي على خالته، طلعت من المطبخ وعلى وشها نظرة قلق في نفس اللحظة اللي جراهام انهار فيها على الكنبة.
لين بدأت إن هي تسأله وتقوله يوصف لها هو حاسس بإيه بالظبط، فقال لها إن الهرش اللي في كل جسمه حاسس بيه كأنه تحت جلده، وعشان كده هو مش عارف إن هو يهرش فعلا، وقال إن معدته حاسس إن هي كأنها بتتعصر. هي بدأت تسأله بقى أسئلة دقيقة عن إيه اللي أكله أو لمسه في ال24 ساعة اللي فاتت، بس هو أكد لها إنه معملش أي حاجة جديدة وإنه معندوش حساسية من أي حاجة لمسها أو أكلها في العشاء. هي بدأت إن هي تفكر للحظة، بعدين قالت له إن هي راجعة حالا، وهو غمض عينه وحاول إن هو يسترخي. ولين خرجت للجنينة بتاعتها، وبعد لحظات لين رجعت ومعاها شوية نعناع وشوية أعشاب تانية عشان معدته والصداع. هو كان استخدم العلاجات التقليدية دي قبل كده، وفي الوقت اللي فات كانت بتريحه فعلا شوية، عشان كده شكر لين وخد اللي اديتهوله. وفعلا بعد شوية حس إن معدته بتهدى، قال لخالته سلام ومش عشان يحاول يروح ويرتاح. لما جراهام وصل البيت رمى نفسه في السرير وغمض عينه، بس بالرغم من إن معدته كانت بتتحسن والصداع راح، الهرش اللي كان في جسمه دلوقتي كان اتحول لإحساس حرقان عميق. حس كأن أوعيته الدموية بتولع، النبض اللي في دماغه كان بيرجع، وفي ألم مكتوم في جسمه. بعد الظهر في اليوم ده اتصل بلين تاني عشان يسألها لو ممكن إن هو يبات عندها في البيت بتاعها، لأنه كان بيتألم قوي وعايز حد قريب منه لو حصله حاجة وحشة. هي وافقت إن هي تيجي بالعربية وتاخده، وبعد رحلة عربية غير مريحة أبدا، هو كان ماشي مش قادر إنه يمشي لغرفة النوم بتاعة الضيوف اللي عند لين. طلع على سريرها ونام في ساعتها حرفيا، وفضل نايم طول الليل تقريبا. تاني يوم الصبح يوم 26 ديسمبر جراهام صحي من النوم بألم حاد كان قوي لدرجة إن هو حاسس إن زي ما يكون روحه بتطلع. هو بدأ إن هو يرجع. خالته كانت قاعدة جنبه بتحاول تفهم إيه اللي بيحصل، وبتعمله جنزبيل لأنها كانت فاكرة إن ده ممكن يساعده. بس في الوقت ده لين بدأت إن هي تقول لأ. بعدين بدأت إن هي تطبطب على ظهر ابن أختها وتقوله إن ما ينفعش كده، وإنه على قد ما هي وباقي عيلتهم بيؤمنوا بالعلاجات التقليدية دي، بس دلوقتي جه الوقت عشان يروحوا المستشفى. وبعد حوالي ساعة لين حاولت تخبي قلقها وهي بتساعد جراهام إن هو يمشي ويدخل قسم الطوارئ اللي موجود في المركز الطبي. هو قاعد على كرسي، حست بالعجز جدا لأنها كانت شايفة إنه بيتألم فعلا، لدرجة إن هو بدأ إن هو يعيط. هي عمرها ما شافت ابن أختها الرياضي الصحي عيان بالشكل ده. حاولت على قد ما تقدر إن هي تبان هادية وهي بتسجله في مكتب الاستقبال. الموضوع كان صعب قوي عليها لأنها كانت فعلا بمثابة أم تانية ليه. وبعد انتظار قصير موظفة الاستقبال بدأت تنادي على اسمه، ممرضة ساعدته إن هو يقف، وبعدين دخلته المنطقة بتاعة المرضى. لين قعدت في أوضة الانتظار حوالي 30 دقيقة قبل ما ممرضة تخرج وتدعوها إن هي تيجي تشوف جراهام. لما لين دخلت أوضة الكشف كان في دكتور واقف وشرح لها إن هما في انتظار النتائج بتاعة التحاليل اللي هو عملها، وأول ما النتائج دي توصل هيبقى عنده فكرة أحسن عن إيه بالظبط اللي بيحصل مع جراهام. بس لين كانت شايفة ابن أختها تعبان، قال للدكتور إن هو بيتألم بشكل رهيب، فبدأوا إن هما يسألوا الدكتور لو ممكن إن هما يدوله حاجة عشان الألم. الدكتور اتردد شوية، بعدين قال لو ألم جراهام فعلا بالسوء ده ممكن يبدأوا إنهم يدوله محلول مورفين، والمورفين مسكن ألم قوي جدا جدا. جراهام هز راسه فورا بالموافقة. لو الدواء ده خطير جدا زي ما الدكتور كان بيقوله فمش مهم، المهم إن يخلي الألم يروح. لين في الوقت ده كانت مصدومة. هي عارفة إن المورفين دواء خطير، بس هي كانت عارفة قد إيه ابن أختها بيتألم، وفهمت ليه ممكن يكون الموضوع ضروري. في الوقت ده لين ابتسمت لابن أختها وبدأت تطمنه، وبعدين بعتت رسالة لمامته كاي تبلغها إن ابنها عيان وإن هما في المستشفى دلوقتي. لين وعدت كاي إن هي هتبلغها لو حالة جراهام ساءت. وبعد كام ساعة لين شافت الدكتور بتاع جراهام. هي كانت بتفترض إن هما أكيد وصلوا لتشخيص، وعشان كده مشيت ناحيته وسألته لو المفروض إن هي تروح البيت دلوقتي وممكن إن هي تجيب ملابس لجراهام. بس الدكتور ده قال لها إن ده مش هيبقى ضروري. قال إن كل التحاليل طلعت سلبية، وكان بيعتقد إن جراهام ببساطة عنده حالة شديدة من الأنفلونزا، وإن هو يكتب له على خروج. لين ما صدقتش خالص اللي كانت بتسمعه. فكرت الدكتور إن ألم جراهام شديد لدرجة إن هو اتحط له مورفين، فالموضوع مش طبيعي. وقالت له إن أول تأثيره ما يروح هي كانت قلقانة إن هو يرجع تاني للمستشفى. بس لين كانت شايفة إن الدكتور متردد كده. تساءلت لو يمكن هو فاكر إن جراهام مثلا بيمثل الألم عشان ياخد جرعة مورفين. فعشان كده بدأت إن هي تأكد له إن جراهام ولد كويس قوي وإنه بيتألم بجد ومحتاج فعلا مساعدة.
الدكتور قال لها إن هو مصدق فعلا إن هو بيتألم بشدة، بس أعراضه متوافقة قوي مع إنفلونزا شديدة، وإن هو بس محتاج علاج إضافي في البيت مش في المستشفى. وكان متأكد إلى حد كبير إن هو يبقى أحسن في خلال كام يوم، بس قال لين إن هي ترجعه في حالة لو حالته ساءت. طبعا هي كانت معترضة، بس مفيش أي حاجة تقدر إن هي تعملها. الطوارئ كانت بتخرج جراهام، وهي دلوقتي لازم إن هي تاخده للبيت. في الوقت ده كل اللي كانت بتعمله إن هي استنت إن جراهام يمضي على كام ورقة خروج، وبعدين بدأت إن هي تساعده عشان يركب العربية. أول ما رجعوا بيتها، لين ساعدت جراهام إن هو يستريح على الكنبة، بعدين اديته ريموت التلفزيون، بعدين حطت عليه بطانيته المفضلة، عملت له جنزبيل اللي طلبه قبل كده، بعدين راقبته بقلق وهو يدوب بيشرب شوية من الشاي بتاعه. بس بعدين هو اشتكى إن راسه لسه بتوجعه، وإن إيده بدأ يجي فيها شعور إحساسه إن هو عايز يهرش. لين ما كانتش عندها أي فكرة إيه الغلط اللي في ابن أختها، بس كانت متأكدة إلى حد كبير إن جراهام بيعاني من حاجة أخطر بكتير من الأنفلونزا، وأيا كانت الحاجة دي العلاجات الطبيعية ممكن ما تكونش كافية عشان تعالجه. كانت بس بتتمنى إنه يبدأ يحس إنه أحسن ويعرف ينام. بس تاني يوم الصبح لما صحت من النوم، سمعت جراهام بيصرخ طلبا للمساعدة من الحمام بتاع الضيوف. جرت على الحمام، خبطت على الباب وسألته لو فيه مشكلة، بس جراهام قال لها إنه مش قادر إنه يدخل الحمام. بعدين بصوت أهدى، بصوت مستسلم قوي، قال لها إنه حاسس إنه بيموت. لين كانت عارفة إنه فعلا بيتألم. فكرة إنه مش قادر إنه يعمل حمام دي حاجة ممكن إنها تؤدي لعدوى في الدم أو فشل كلوي وممكن الموت. فعشان كده لين قالت لجراهام إن هما لازم فورا يروحوا المستشفى، وإن هما مش هيتحركوا خطوة من المستشفى لحد ما جراهام ياخد المساعدة اللي محتاجها. لما وصلوا المستشفى بدأت إن هي تساعده عشان يدخلوا. دخلوا الطوارئ اللي كانت مزدحمة، وكل ما كانوا بيقربوا ممرضة لاحظتهم وجريت ناحيتهم فورا بكرسي متحرك لأنها كانت عارفاهم. جراهام كان ممتن جدا. الممرضة بتساعده إن هو يقعد، بعدين سألتهم إيه اللي بيحصل. هو كان ماسك راسه اللي كانت بتتقطع من الوجع. لين شرحت إن ابن أختها مبقاش قادر إنه يدخل الحمام. وبعد دقايق دكتور طوارئ شرح لهم إنهم محتاجين إنهم يركبوا له قسطرة عشان يخففوا من الضغط، وإنهم لازم يدخلوه المستشفى حالا عشان يتلقى علاج. وبعد نص الليل بشوية لين دخلت تطمن على جراهام، ولقيته صاحي باصص للسقف. ضغطت على إيده بالراحة قوي، بس هو صرخ من الألم. لين سحبت ايديها بسرعة، اعتذرت له فورا. هي يدوب لمست ايد ابن اختها، وكان رد فعله كأنها مسكت دراعه مثلا وقطعته بسكينة. هي اول ما شافته بالمنظر ده طلعت تجري، قالت له ان هي ترجع له حالا. راحت للدكتور وقالت له ان هو لازم فورا يجي ويبص على ابن اختها. الدكتور رجع معاها للأوضة، بعدين قرب من سرير جراهام، طلع قلم من جيبه وبدأ ان هو يمشي راس القلم بخفة على ايد جراهام. ومرة تانية قال للدكتور ان هو بيوجعه قوي. الدكتور هز راسه وبعدين عمل نفس الحاجة بالقلم على رجلين جراهام. وهو بيعمل كده جراهام بدأ إن هو يكشر جز على أسنانه، قال له إن هو فعلا بيتألم. بس الدكتور قال له إن الحساسية الشديدة للمس دي غالبا بسبب التهاب سحائي، وهو عبارة عن التهاب في الأنسجة اللي بتحيط بالمخ والحبل الشوكي. لما لين سمعت الكلام ده حست إن معدتها اتقلبت. لو جراهام فعلا بيعاني من الالتهاب ده، فهي كانت عارفة إنه ممكن يقضي باقي حياته بيصارع نوبات صرع، أو أسوأ الالتهاب السحائي ممكن إنه يكون مميت. الدكتور قال إنهم عشان يتأكدوا لازم يعملوا حاجة اسمها بذل، وده معناه إنه محتاج إنه يدخل إبرة كبيرة في العمود الفقري بتاع جراهام. لين شافت وش جراهام وهو مخضوض، هي قدرت إن هي تفهم هو ليه متوتر. لو حتى لمسة خفيفة بتوجعه، إزاي إبرة كاملة تدخل في عمود الفقري هتحسسه بإيه؟ بس لو كانوا يعرفوا إيه الغلط مع جراهام، فالإجراء ده يبقى ضروري جدا ولازم يتعمل. أول ما المخدر اشتغل عليه، الدكتور دخل الإبرة وحذر بين فقرتين من فقرات جراهام. لين ضغطت على إيد ابن أختها، والدكتور بعد كده سحب الحقنة وملاها بسائل جراهام النخاعي. وبعد ما الدكتور طلع الإبرة، جراهام بدأ إنه يسترخي وطلع تنهيدة ارتياح. لين كانت مبسوطة قوي إن الإجراء خلص، بس كان عندها شك خفي إن معاناة جراهام دي لسه في بدايتها. بعد كام ساعة كاي مامة جراهام كانت بتبص في التليفون بتاعها بعدم تصديق، وهي نايمة في الناحية التانية من العالم في إندونيسيا. كانت بطريقة ما فاتها رسالتين و3 مكالمات من أختها. الأختين كانوا بيبعتوا لبعض رسائل في اليومين اللي فاتوا، فكاي كانت عارفة أصلا إن جراهام موجود في المستشفى.
بس سيل المحاولات دي عشان يتواصلوا معاها ما كانش يعني غير حاجة واحدة، أكيد في حاجة وحشة حصلت لابنها. قلبها كان بيدق وهي بتتصل بأختها، كانت متدمرة جدا، ولما لين ردت كانت منهارة من العياط، كانت بتعيط وقالت لكاي إن تحليل جراهام لسه طالع إيجابي لالتهاب سحائي، وإن هو دلوقتي بيصارع عشان حياته وإن هي محتاجة إن هي تيجي فورا. كاي احتاجت يومين كاملين سفر عشان ترجع من غابات إندونيسيا البعيدة لحد هاواي، وأول ما نزلت من الطيارة ركبت تاكسي وراحت على طول المستشفى. في اللحظة اللي وصلت فيها شافت أختها مستنياه في الباركينج. كاي انهارت في العياط، كانت قضت الرحلة كلها وهي بتحضر نفسها نفسيا إن هي تشوف ابنها في الحالة اللي هو فيها، بس برضه اتصدمت صدمة كاملة لما لفت ودخلت أوضته وشافته بعينيها، لأن كان فيه شبكة من الأسلاك والخراطيم شكلها متوصلة بكل حتة في جسمه. كان شكله باهت وتعبان، مختلف تماما عن راكب الأمواج البطل اللي هي كانت تعرفه. جراهام كان فايق بس بالعافية، صوته كان مبحوح وهو بيقول لمامته ازيك يا ماما وبيبتسم ابتسامة ضعيفة. هي جرت عليه فورا وحضنت ابنها ووعدته ان هي هنا عشان تساعده وان هي تشتغل مع الدكاترة عشان تتأكد ان هو يتحسن. وبعد كام دقيقة الدكتور المسؤول عن حالته دخل وبدأ ان هو يتكلم مع مامته عن حالة ابنها، ورغم ان هما كانوا عارفين ان هو عنده التهاب سحائي، الدكتور كان بيعتقد إن ده في الحقيقة علامة لمرض أعمق كامن في مخه وفي حبله الشوكي. ودليل كبير كان عدم قدرته المستمرة على دخول الحمام، ودي حاجة اسمها متلازمة إيليسبرج. وما كانش منطقي أبدا إنه يكون عنده الحالة دي. المتلازمة غالبا بيسببها مرض بينقله الناموس وعمره ما تم اكتشافه في هاواي. كاي كانت بتدعي بس إنهم يقدروا يحافظوا على استقرار ابنها لوقت كافي عشان يلاقوا إجابة. في صباح يوم 12 يناير بعد حوالي 3 أسابيع من أول ما جراهام بدأ إنه يتعب، كاي كانت نايمة على السرير جنب ابنها. صحيت لما أختها لين دخلت الباب وفي إيديها كوبايتين قهوة، وأثناء ما كانوا قاعدين الاتنين بيشربوا القهوة لاحظت إن ابنها بيتحرك شوية. كان عدى حوالي 10 أيام من ساعة ما وصلت والدكتور لسه معندوش أي تشخيص مؤكد لابنها، ودلوقتي جفون ابنها كانت بترف بسرعة، نظراته كانت تايهة. بعدين لما كاي وقفت بدأت تحرك رجل ابنها وسألته إذا كان سامعها وما كانش بيرد أبدا. لين جرت بالسرعة بدأت إن هي تدوس على زرار الاستدعاء اللي على الحيطة، وبعد ثواني ممرضة دخلت الأوضة جري. الممرضة بصت بصة واحدة على الشاشة اللي بتراقب العلامات الحيوية لجراهام وبدأت إن هي تهز رجله، ولما مردش راحت تدور على الدكتور. وبعد لحظات كاي كانت حابسة أنفاسها وهي شايفة الممرضات بيشدوا الكابلات والأسلاك من ابنها، بعدين زقوا السرير بتاعه بأقصى سرعة ناحية الباب والآخر الممر. طبعا كاي ولين كانوا بيتفرجوا بعجز ونظرة رعب مطلق على وشهم. ممرضة قربت منها شرحت لها بلطف إن جراهام لسه داخل في غيبوبة ودلوقتي هو محتاج فورا إنه يتنقل للعناية المركزة. بعد نص ساعة ممرضة وصلت كاي لجنب سرير ابنها في العناية المركزة. دلوقتي كان متوصل بجهاز تنفس صناعي عشان بس يقدر إنه يتنفس، وكان في أنبوبة تغذية نازلة من حلقه. جراهام دلوقتي كان على أجهزة دعم الحياة، من غير الأجهزة دي كان فعلا هيموت. الدكتور بتاعه كان بيطمن مامته إن حالة جراهام مستقرة في الوقت الحالي، بس الالتهاب السحائي كان بيزيد سوء، والمركز بتاعهم ما كانش عنده الموارد اللازمة لرعاية جراهام أكتر من كده. كانوا محتاجين إنهم ينقلوه لمستشفى موجودة في عاصمة هاواي. هليكوبتر الإخلاء الطبي كانت جاهزة ومستنية جراهام. كاي اللي كانت قاعدة جوه الهليكوبتر حطت إيديها على إيد ابنها وكانت بتدعي إنهم يرجعوا بالسلامة لبيتهم. بعد وقت قصير جراهام اتنقل بسرعة للعناية المركزة في مستشفى من أكبر المستشفيات. الأم مرة تانية اتفرجت بعجز على الطاقم الطبي وهو متجمع حوالين ابنها اللي حالته كانت خطيرة جدا، بيراجعوا الملاحظات، بيحاولوا يتكلموا عن إيه اللي ممكن يعملوه. في الليلة دي الأم راحت الفندق القريب اللي واحدة من الممرضات رشحته لها، بس لما جت تنام كل ما كانت بتغمض عينيها كل اللي كانت بتشوفه وابنها نايم فاقد الوعي في سريره بالمستشفى. بعدين فكرت في قائمة الأدوية الطويلة اللي دكتور وصفها لابنها، كلها أسماء ما قدرتش إن هي تفتكرها أو حتى تحاول تنطقها. الأدوية دي كانت هتنظم دقات القلب بتاعت جراهام وضغط دمه وتحافظ على أعضائه من الفشل، وكانت عارفة إن الأدوية دي حيوية لبقاء ابنها، بس في نفس الوقت كانت قاسية جدا على جسمه، بتعرضه لخطر حاجات زي الالتهاب الرئوي، الجلطات الدموية والأسوأ. وأثناء ما كانت نايمة على سريرها في الفندق بدأت إن هي تفكر بينها وبين نفسها إن هي لازم تلاقي أي طريقة تساعد بيها ابنها.
هي مش هتفضل قاعدة مستسلمة كده وسايبة ابنها بيصارع الموت، لازم تعمل حاجة. عشان كده في صباح اليوم التالي دخلت أوضة ابنها ومعاها كيس ورقي مليان حاجات، وطلعت برطمان عصير نوني، ودي عبارة عن فاكهة استوائية فيها مضادات أكسدة طبيعية. وبعد ما أخدت إذن دكتور ابنها أكلته النوني من خلال أنبوبة المعدة بتاعته، على أمل إن هو يساعد جهاز المناعة بتاعه إن هو يحارب المرض الغامض ده. بعدين مسكت علبة إبر طويلة، رفعت القميص بتاعه وعملت له وغز بالإبر في كل حتة في بطنه. هي كانت بتعتقد إن الوغز بالإبر هيحمي أعضاء جراهام من المرض ومن أي آثار جانبية للأدوية المختلفة اللازمة اللي بياخدها عشان تخليه يعيش. وبعد يومين كانت بتعمله علاج الوخز بالإبر، وطول الوقت كانت بتتكلم معاه كأنه سمعها. كانت مؤمنة تماما إنه بيتحسن. هي قالت إن كان عندها إحساس ما قدرتش إن هي تفسره، بس كان زي ما يكون هو بيرجع يملى الأوضة تاني، وكان الشعور ده بيقوى أكتر وأكتر مع كل يوم بيعدي. هي كانت متأكدة إن طرق العلاج التقليدية بتاعتها مع البحث الحديث هيساعد جسمه إنه يشفى. أثناء ما كانت بتعمل كده لاحظت إن في دكتور دخل عرف نفسه إنه خبير الأمراض المعدية في المستشفى، وقال لها إنه عنده أخبار ليها، بس للأسف ما كانتش أخبار كويسة. مرض ابنها أخيرا كان اتطور بما فيه الكفاية لدرجة إن الدكاترة يقدروا دلوقتي يعرفوا إذا كان بيعاني من حالة نادرة جدا بس مدمرة تماما. وللأسف قال لها إن النتائج طلعت إيجابية. رفع صورة من آخر أشعة رنين مغناطيسي لجراهام وشاور على عشرات النقط البيضاء الصغيرة على المخ بتاعه. قال لها إن كل نقطة من النقط دول بتمثل فتحة مجهرية في نسيج مخ جراهام، واللي سببت له طفيليات عايشة جوه راسه. هو شرح إن أعراض جراهام اللي كانت بتزيد في إضعافه سببها الطفيليات دي اللي اسمها يرقات الدودة الإسطوانية، وهي بتحفر طريقها جوه. طبعا كاي كانت مصدومة مفزوعة من اللي كانت بتسمعه، لدرجة إن هي يدوب قدرت تتكلم لثانية، بس بعدين في الآخر سألت بس إزاي ده ممكن يحصل. الدكتور شرح إن حالة جراهام نادرة جدا وإن هي ممكن تحصل بس تحت ظروف معينة قوي. يرقات الدودة الأسطوانية دي الديدان دي بتنمو في رئة الفئران، بعدين بتخرج حية من خلال الفضلات بتاعة الفئران، وساعات قوقعة مثلا بتمشي على الفضلات بتاعة الفئران دي، والقوقعة دي كمان بتتعدي باليرقات الأسطوانية. ولو شخص بالصدفة أكل القوقعة المصابة دي أو اللعاب بتاعها، يرقات الدودة الأسطوانية ممكن إن هي تدخل الجهاز الهضمي للشخص ده. الدكتور قال إن يرقات الدودة الأسطوانية دخلت خلال الأمعاء بتاعة جراهام وفي النهاية وصلت لمخه. قال لها إن يرقات الدودة الأسطوانية كانت بتموت أول ما توصل لمخ جراهام، وأجسامها المتحللة كانت بتصيب نسيج المخ. الحالة دي الدكتور قال إن هي معروفة باسم مرض دودة رئة الفئران، وقال إن هو آسف جدا بس هو مش شايف أي طريقة للتعافي لابنها. وقال لها إن في أحسن الأحوال لو جسمه قدر إن هو يعيش فعقله هيكون غالبا راح، وإن هو غالبا مش هيقدر يعمل أكتر من إن هو يفتح عينه ويقفلها. عند النقطة دي طبعا الأم بدأت إن هي تهز راسها، ده مش منطقي بالنسبة لها. كانت متأكدة إن جراهام بيسمعها لما بتتكلم معاه، حتى بتقول إن هو ابتسم لها لما سألته أسئلة كأنه فاهم هي بتقول إيه. ومن خلال دموعها كاي قالت للدكتور إن هي بترفض إن هي تستسلم في موضوع ابنها. خلال الأسابيع اللي بعد كده حالة جراهام كانت طالعة نازلة، جسمه كان بيحارب كذا عدوى خطيرة، وكاي كانت واثقة في قدرات كل الدكاترة، بس كانت حاسة إن الطب لوحده مش هيقدر إن هو يساعد ابنها. وعشان كده بين علاجات الأدوية لمحاربة الطفيليات دي في جسم جراهام، كاي بدأت إن هي تدي ابنها مكملات من أعشاب كتير، من ضمنها عشبة صينية اسمها شينجناو. هي كانت سمعت إن العلاجات دي بتساعد في وظائف الأعصاب، وكانت بتتمنى إنها ممكن إن هي تسمح لجراهام إن هو يتعافى أسرع. هي كانت استمرت كمان في إطعام ابنها عصير النوني، واستمرت في عمل الوخز بالإبر. وخلال كل العلاجات بتاعتها دي عيون ابنها كانت بتفتح وبتقفل بشكل دوري، بس الدكاترة قالوا إن ده مجرد رد فعل انعكاسي ومش حاجة هو بيعملها بوعي. بس بعدين في يوم في شهر مارس كاي لاحظت إن عيون جراهام بقت حيوية أكتر، كان باين كأنها بتركز عليها، كأن عيون جراهام بص على مامته. داست فورا على زرار الاستدعاء، وشوية والدكتور بتاع جراهام جه وفعلا أكد إن هو بدأ إن هو يصحى. كاي مسكت إيد ابنها شجعته إن هو يعمل صوت، يعمل أي حاجة، أي إشارة تقولهم إن هو لسه هنا. ولبعض الوقت الصوت الوحيد اللي كان بيعمله هو نفسه المجهد، بس استمرت تطلب من ابنها باستمرار إن هو يديها إشارة، وبدأت إن هي تهزر معاه.
ولما هزرت معاه وقالت كده، عيون جراهام بانت كأنها ركزت تاني. خد نفس عميق، بعدين بصوت ضعيف جدا قال لها: أنا موجود. كاي كانت على وشك إن هي تصرخ من الفرحة. مش بس ابنها فاق، ده كمان قدر يتكلم. مدت إيديها عشان تحضنه، والمدهش إن هو كمان حضنها. الدكاترة اللي كانوا بيتفرجوا كانوا مندهشين زي كاي بالظبط. كاي كانت بتحب تفكر إن علاجاتها ساعدت في دعم الشغل الحيوي اللي الدكاترة عملوه عشان يحافظوا على حياة ابنها، وإن هما مع بعض عملوا اللي في وسعهم عشان يدوا جسم جراهام فرصة للقتال ضد الطفيليات دي وضد كل التوقعات. جراهام قدر إنه يغلب المرض. في خلال كام يوم هو كان واعي كفاية عشان مامته تشرح له إيه بالظبط اللي حصل وإزاي جاله المرض الفظيع ده من قوقعة. جراهام بدأ يسأل إزاي ده ممكن يكون حصل، لأنه مش فاكر إنه أكل أي قواقع. مامته هزت كتفها وقالت إن هي مش عارفة، وإنه ممكن إنهم يفضلوا عمرهم كلهم ما يعرفوش إزاي ده حصل. بس بعدين قالت لابنها إن على الأرجح في الليلة بتاعة الكريسماس دي لما راح واتعشى مع أصحابه يمكن كان في قوقعة على الكرنب كان فيها المرض ده. ولما قالت كده جراهام فتح بقه من الصدمة، لأنه افتكر في الليلة دي إن هو فعلا لما شال الكرنب جمعه بسرعة عشان كان مستعجل، ونسي إن هو يغسله وأكله من غير ما يغسله. وعشان كده لو كان في قوقعة مصابة أو لعاب قوقعة مصابة على الكرنب ده، فمن الممكن تماما إن هو يكون بلعه بالصدفة. ولحسن الحظ إن مفيش أي حد من اللي كانوا موجودين في الحفلة بتاعة العشاء دي اتصاب بالمرض. في 30 إبريل بعد أكتر من 4 شهور في المستشفى، جراهام أخيراً قدر إنه يرجع البيت. وعلى مدار السنتين اللي بعد كده اتعلم إنه يمشي ويتكلم من جديد. ومن المصادر عرفت إنه دلوقتي بيدرس عشان عايز يبقى أخصائي علاج طبيعي. في سنة 2012 بنت مراهقة في مينيسوتا فتحت عينيها من نوم عميق. واحدة من آخر الحاجات اللي كانت فاكراها إن هي حست إن هي تعبانة قوي أثناء ما كانت في التمرين، ودلوقتي شافت إن هي نايمة على سرير في أوضة صغيرة قوي وزحمة، وسمعت صوت نغمات حادة وصوت صفارة جاية من حاجة على يمينها. حاولت إن هي تقوم وتقعد، واكتشفت إن هي يدوب بتقدر تتحرك. في الحقيقة هي حاولت إن هي تستجمع كل قوتها عشان بس ترفع راسها وتبص ناحية رجليها، واتصدمت من اللي شافته، لأنها شافت أنابيب بلاستيك رفيعة أسلاك بيضة كانت متكومة عليها في كل حتة. ولما اتحركت حست زي ما يكون في حاجة بتشدها، وأدركت إن كل الأنابيب دي والأسلاك متوصلة بجسمها. بعدين شافت إن كل الأسلاك دي متوصلين بمكان واحد، جهاز ضخم تقريبا في حجم التلاجة محطوط على يمين سريرها. بعدين شافت حد داخل الأوضة، كانت مامتها عينيها مليانة بالدموع. مسكت إيد بنتها وشرحت لها إن الجهاز الضخم اللي على يمينها ده هو ده اللي بيخليها تتنفس، وإن هي خلاص من اليوم ده مش هتقدر إن هي تستغنى عن الجهاز ده. كان أول يوم مدرسة في سبتمبر سنة 2012. بنت عندها 16 سنة اسمها إيما كانت متحمسة قوي إن الصيف خلص ورجعوا المدرسة تاني، بس الحقيقة هي كانت متحمسة بس عشان الرياضة مش عشان الحصص، وده لأنها كانت اتقبلت في فريق الكرة الطائرة. ودلوقتي كانت متشوقة قوي إن هي تنزل الملعب مع زمايلها. إيما بصت في المراية الصغيرة اللي متعلقة وبدأت إن هي تبص على شكلها وتحفز نفسها إن هي تكون من أشهر اللاعبين. إيما دخلت صالة الألعاب الرياضية بتاعة المدرسة اللي كانت دوشة، رمت شنطتها ورا المدرجات، وكانت سمع صوت المدربين المألوف وصوت زمايلها هما بيسخنوا للتمرين. حست إن هي في مكانها وهي بتجري عشان تنضم لهم. حست إن خلاص هي لقت الحاجة اللي بتحبها. بس في نص التمرين تقريبا إيما بدأت تحس إن هي تعبانة قوي، ومش التعب العادي بتاع التمرين أو الجري. هي حست إن رجليها تقيلة قوي، قلبها بيدق جامد. ولما بصت حواليها شافت زمايلها في الفريق شكلهم مش تعبان أبدا، فهي بدأت تضغط على نفسها. كملت جري في كل التدريبات، بس بعد كام دقيقة كمان حست إن نفسها مقطوع لدرجة إن هي اضطرت إن هي تقف. زمايلها كانوا بيعدوا من جنبها بسرعة وهي راكعة على ركبة واحدة عشان تاخد نفسها. إيما كانت متعودة إن هي تحس إن هي قوية وإن لياقتها عالية، بس دلوقتي صدرها مكتوم يدوب قادرة إن هي تتنفس. فقامت وقفت على رجليها، بدأت تمشي ببطء وراحت ناحية المدرجات. حست إن راسها تقيلة، مسكتها بإيديها بس برضو الألم كان بيزيد لدرجة إن هي حست بألم حاد في زورها كل ما كانت بتبلع ريقها. ودلوقتي طبعا بدأت إن هي تحس بخوف. المدربة بتاعتها راحت لها سألتها إذا كانت كويسة. إيما هزت راسها وقالت لأ، أنا مش كويسة أبدا.
المدربة حطت ظهر إيديها على جبهة إيما وقالت لها إن هي سخنة قوي، واقترحت عليها إن هي تروح وترتاح وإن هما هيكملوا بكرة. إيما هزت راسها، بعدين قامت ومشت ببطء حوالين المدرجات عشان تاخد شنطتها. طلعت تليفونها من جوه، كلمت مامتها وقالت لها إن هي مش حاسة أبدا إن هي كويسة ومحتاجة إن هي تروح البيت بدري النهاردة. لما مامة إيما وصلت، حست بجبهة بنتها وشافت إن هي فعلا سخنة قوي، فساقت بإيما على طول لدكتور العيلة. الدكتور قاس لإيما العلامات الحيوية واكتشف إن هي فعلا درجة حرارتها عالية وإن هي تخطت ال39، يعني أكيد كانت تعبانة. عمل لها اختبار عشان يشوف لو عندها التهاب في الحلق، وده كان مرض منتشر بين المراهقين، بس الاختبار طلع سلبي. وبعد ما راجع سجلاتها لكام دقيقة، الدكتور شرح لإما ومامتها إن هي غالبا عندها عدوى فيروسية سريعة الانتشار، وقال لها إن هي تروح البيت ترتاح وإن الأعراض المفروض تختفي في خلال يومين. طبعا إيما اتبسطت قوي لما سمعت إن الموضوع مش خطير. هي ما كانتش عاوزة إن هي تفوت التمرين بتاعها، بس لما صحت تاني يوم حست إن هي تعبانة أكتر من أي وقت في حياتها كلها. كل أطرافها مش بتتحرك، رئتها يدوب قادرة تاخد نفسها. إيما ندهت على باباها ومامتها جانيت ومارتن، وبعد ثواني جروا على الأوضة بتاعتها، وأول ما شافوا شكلها وهي تعبانة قالوا لها إحنا رايحين حالا الطوارئ، لازم نتحرك فورا. وفعلا خلال ال25 دقيقة سواقة للمستشفى، إيما كانت بتصارع عشان تتنفس، ولما وصلوا أخيرا كانت بتنهج عشان تاخد نفسها. طاقم المستشفى كان بيساعدها إن هي تخرج من العربية. الممرضة كانت بتتكلم مع إيما بهدوء خالص، بتسألها أسئلة، بس إيما كانت بتعاني عشان تجاوب حتى على الأسئلة البسيطة زي انتي اسمك ايه، انتي في مدرسة ايه، انتي سنة كام بالظبط. الممرضة بدأت إن هي تسحب دم من إيما. بعدين الممرضة حطت ماسك أكسجين على مناخيرها، وفي الوقت ده هي كانت قادرة إن هي تسمع صوت الممرضة وهي بتكلم حد على التليفون، وصوتها كان مرعوب، وكانت بتتساءل إذا كان ده أصلا أسلوب الممرضات في الطوارئ، ولا يمكن الموضوع خطير بجد وإن هي عندها مرض مميت. بعد كام دقيقة الممرضة أخدت إيما لأوضة في آخر الممر، وحطت جهاز أشعة سينية كبير فوق صدر إيما. إيما في الوقت ده كانت متوترة بس مش قوي، بس لما الجهاز بدأ إنه يعمل الصوت بتاع الطقطقة والزن، إيما بدأت تحس برعب حقيقي. يا ترى إيه الغلط بالظبط اللي بيحصل جواها؟ وبعد ما الأشعة خلصت، الممرضة ودت إيما الأوضة تانية عشان ترتاح، وقالت لها إن هما يستنوا النتائج. إيما كانت ممتنة قوي للهدوء والسكينة اللي كانوا في الأوضة الجديدة دي. غمضت عينيها وعلى طول غرقت في نوم عميق. وبعد ساعة صحت مفزوعة لدكتور بيزق جهاز كمبيوتر بيخفف أنوار السقف وبيعرض صورة ديجيتال لصدرها. جانيت ومارتن أهل إيما قاموا من الكراسي بتاعتهم في ركن الأوضة. الدكتور بدأ إن هو يشاور على كل البقع الغامقة المعتمة اللي موجودة في الصورة. بعدين قال لإيما وأهلها إن السحابة الرمادية اللي موجودة على رئتها دي بتشير لحالة التهاب رئوي حاد، وشرح إن هما ممكن يعالجوا الالتهاب الرئوي ده بالأدوية. بس السؤال الكبير كان إيه السبب إن رئة إيما تصاب بالعدوى دي؟ ممكن تكون بكتيريا، فيروس، فطر، أو أي حاجة تانية. هو كان بيأمل إن تحاليل أكتر تساعدهم يعرفوا إيه السبب، بس هو قال إن المستشفى الإقليمي الصغيرة دي مش مجهزة أبدا عشان يعمل النوع ده من التحاليل. هو كان بيرتب إنه ينقلها لمركز طبي أكبر كان موجود في داكوتا على بعد حوالي 150 كيلو من المكان بتاعهم. بعد حوالي ساعتين إيما كانت موجودة في المستشفى الكبيرة دي، وفي الوقت ده دكتور شيري ريتشارد كانت بتجري في ممر العناية المركزة للأطفال ودخلت الأوضة بتاعت إيما. أهل إيما كانوا قاعدين جنبها. دكتور ريتشارد عرفت نفسها للأهل، بعدين راحت تفحص إيما، وعلى طول لاحظت إن نفس إيما سطحي جدا، شفايفها وأطراف أصابعها مزرقة قوي. بعدين لمست إيما بهدوء وكانت باردة تماما، ودي كلها كانت أعراض الالتهاب الرئوي بتاع إيما. دكتور ريتشارد ابتسمت لجانيت ومارتن وقالت لهم إن هي تكتب لها مضادات حيوية قوية عشان تقضي على العدوى اللي في رئة إيما. هي ما كانتش متأكدة بالظبط إيه اللي مسبب العدوى، بس المضادات الحيوية دي بتغطي نطاق واسع من الأسباب بتاعة الأمراض، فكانت بتأمل إن الأدوية دي تساعد إيما إن هي تبدأ تتحسن. تاني يوم الصبح، وبعد أقل من 48 ساعة من إحساس إيما بالمرض في الأول، حالتها بدأت إن هي تسوء أكتر. كان عندها سخونية عالية قوي، تنفسها كان سطحي وسريع، وبالتالي أكسجين قليل قوي كان بيوصل لمجرى دمها. دكتور ريتشارد كانت محتاجة إن هي تعمل حاجة ضرورية. طلبت إذن أهل إيما عشان تحطها على جهاز تنفس صناعي، وإيما كانت هتحتاج إن يتركب لها أنبوب من خلال القصبة الهوائية عشان كمية كافية من الهواء والأكسجين توصل لرئتيها.
أهلها طبعا كانوا مرعوبين من الفكرة، بس هما شايفين بنتهم بتعافر عشان تاخد نفسها. قالوا للدكتور تعمل أي حاجة عشان تساعد بنتهم. دكتور ريتشارد كانت بتطمن على إيما كل يوم على أمل إن مع زيادة الأكسجين رئة إيما تتحسن، بس حتى بمساعدة جهاز التنفس الصناعي ده إيما ما كانتش بتتحسن أبدا. قلبها وأعضائها التانيين ما كانش بيوصلهم أكسجين كافي عشان يشتغلوا. دكتور ريتشارد كانت محتارة جدا، كانت بتتكلم مع ممرضة وبتقول إزاي الموضوع نادر جدا إن طالبة في ثانوي رياضية صغيرة تتحط على جهاز تنفس صناعي. كمان الفشل التنفسي المفاجئ بالشكل ده مش بيحصل فجأة كده من غير مقدمات. السبب الأكثر احتمالا للي بيحصل لإيما هو إن يكون نوع من العدوى الفيروسية أو البكتيرية. بس دكتور ريتشارد افتكرت إن ده مش مرجح، وده لسبب بسيط واحد، إن مفيش ولا واحد في المدرسة بتاعتها كان تعبان بالمرض ده. فهي بصت بتركيز أكتر في تاريخ إيما المرضي عشان تشوف لو في أي حاجة عنها على المستوى الفردي ممكن تدي أي خيوط. بس بكل المقاييس كانت تبان بنت مراهقة عادية. دواها المنتظم الوحيد هو علاج شائع جدا لحب الشباب، وده معناه إنه من المستبعد قوي إن حالة إيما الحالية تكون بسبب أثر جانبي نادر من علاج حب شباب. وبرضه إيما ما كانش عندها أي حساسية ليها علاقة بالموضوع، فعشان تغطي كل الاحتمالات دكتور ريتشارد طلبت مجموعة واسعة من التحاليل. تساءلت إذا كانت مشكلة التنفس ممكن تكون بسبب جلطة دموية في رئة إيما، أو يمكن عندها التهاب مفاصل غير مشخص عمل لها مثلا تليف في رئتها. بس كل التحاليل اللي دكتور ريتشارد عملتها لإيمي كانت بترجع لها سلبية. كانت محتارة تماما وشكت إن اللي بيحصل لإيما ده لازم يكون حاجة نادرة، لازم يكون مرض جديد نادر لدرجة إن هي ما قدرتش تلاقي أي سجلات موجودة لحالات مشابهة في أي مكان. وده معناه كمان إن هي مش هتقدر إن هي تلاقي طريقة عشان تعالجها. وبسرعة بقى واضح جدا إن جهاز التنفس الصناعي ده مش كفاية أبدا عشان التنفس يرجع لإيما. بعد كام يوم دكتور ريتشارد نقلتها لجهاز تنفس صناعي أقوى بيضخ هواء أكتر في رئتيها، بس حتى ده برضه ما كانش كفاية. فدلوقتي ما بقاش قدامها غير اختيار واحد باقي، وهو جهاز قوي جدا عادة بيبقى مخصص للمرضى اللي على وشك الموت. الجهاز ده حجمه كبير قوي، تقريبا في حجم التلاجة، ومعروف باسم جهاز الإيكمو. كل الدم اللي في جسم إيما بقى هيبدأ إن هو يدور دلوقتي من خلال جهاز الإكمو ده اللي بيقوم بشكل أساسي بوظيفة قلبها ورئتها. بس جهاز الإكمو كان محتاج عملية جراحية عشان يركبوا كل الأنابيب البلاستيك الرفيعة في جسم إيما. مامتها وافقت على طول إنهم يعملوا العملية، وهي عارفة إن ده ممكن يكون الأمل الوحيد لبنتها. وأول ما عملية إيما خلصت والجهاز اتوصل بنجاح، دكتور ريتشارد رتبت إنهم يسافروا لعيادة أكبر موجودة في مينيسوتا. هناك إيما هتكون تحت رعاية متخصصين عندهم خبرة في علاج المرضى اللي حالتهم زي حالة إيما. بس طبعا نقلها كان هيحتاج طيارة، تقريبا أصلا المسافة كانت بين العيادة اللي هم فيها والمستشفى التانية 500 كيلو، بس كانوا مضطرين إنهم يعملوا كده. دكتور ريتشارد كانت بتراقب مريضتها الصغيرة وهي بتتحرك ناحية الطيارة، وبتراقب كل الحاجات الصعبة اللي هي بتمر بيها. هي كانت مقتنعة إن قلب إيما ورئتيها وكليتها اتضرروا لدرجة إن هما عمرهم ما يشتغلوا تاني من غير مساعدة الجهاز ده. ودلوقتي أمل إيما الوحيد عشان تتفصل عن جهاز الإكمو هو إنها تحصل على أعضاء جديدة. بس الانتظار لعملية زراعة 3 أعضاء ممكن إنه ياخد شهور ممكن ما تكونش عند إيما، يعني ممكن تموت قبل مرور 3 شهور. دلوقتي جهاز الإكمو كان بينقذ حياة إيما، بس كان فيه مشكلة. كل ما هتستنى وقت أطول عشان الأعضاء الجديدة كل ما هيزيد خطر إن هي تموت. المهم الحمد لله إيما وصلت للمكان الجديد. الدكتور الجديد بتاعها شرح لها الموقف. هي كانت على رأس قائمة الأولويات عشان تستقبل أعضائها الجديدة، بس محدش كان يقدر يعرف هل ده هياخد وقت قد إيه. إيما حاولت إن هي تتمالك نفسها وتسيطر على مشاعرها. في خلال كام أسبوع قليلين حالتها تحولت من لاعبة في فريق الكرة الطائرة لمريضة محتاجة جهاز عشان تفضل عايشة. الموضوع كان صعب قوي إن أي حد يستوعبه، بس إيما رفضت إن هي تستسلم أو تكتئب. كانت مصممة إن هي تستعيد السيطرة على أي حاجة في حياتها. عشان كده قالت للدكتور بتاعها إن هي عايزة تمشي. هي شافت الدكتور بيبصلها بدهشة. هو شجعها إن هي تعمل كده، بس برضه قالها بلطف إن بالنظر لحالتها هو مش متأكد إن هي ممكن حتى تقدر إن هي تجمع طاقة عشان تقف، فما بالك إن هي تاخد خطوة.
وحتى لو قدرت هتحتاج إن هي تجر معاها جهاز الإكمو الضخم ده وكل الأنابيب والشاشات اللي معاه. بس كرياضية إيما كانت متعودة على أهمية الروح المعنوية الكويسة. هي كانت عارفة إن هي ضعيفة جسديا بس برضو كانت مصممة جدا، ومع الوقت والمجهود الكافي كانت متأكدة إن هي في النهاية هتقدر إن هي تمشي لوحدها. طلبت من شوية ممرضات إن هما يساعدوها تقف وحطت رجليها على الأرض. هي كانت دايخة لدرجة إن راسها كانت بتلف واضطرت إن هي ترجع تنام تاني فورا، بس نامت بعدين رفضت إن هي تستسلم. حاولت تاني يوم، قعدت على طرف السرير فترة أطول شوية، واليوم اللي بعده قعدت فترة أطول، وفي النهاية إيما بقت قوية كفاية لدرجة إن هي فعلا قدرت إن هي تقف، مع إنها كانت لازم إن هي تسند على مامتها، بس ده كان إنجاز كبير. وبعدها بفترة مش طويلة إيما قدرت إن هي تمشي برا الأوضة بتاعتها، وكانت بتقدر إن هي تقف من غير مساعدة أهلها. وأخيرا إيما قدرت إن هي تبدأ إن هي تمشي أمتار طويلة بدون مساعدة أي حد. ده كان إنجاز كبير وإنجاز حسسها بمعنى الحياة من تاني. في صباح يوم بعد أكتر من 6 شهور من وجود إيما في المستشفى الجديدة، دكتور إيما دخل الأوضة بتاعتها عشان يراجع آخر القراءات اللي موجودة على جهاز الإكمو بتاعها. وهو رايح ناحية الجهاز ابتسم لها لأنها كانت صاحية ونايمة على السرير بتاعها بتلعب في التليفون. الدكتور كان صعبان عليه إيما جدا عشان هي في الموقف المستحيل ده، بس برضه كان فخور بيها قوي عشان فعلا قدرت إن هي تتعامل مع الموقف ده برقي. هي كانت متفائلة إيجابية مع إن معظم الناس اللي أكبر منها سنا ممكن إن هم ينهاروا. الدكتور بص على الأرقام من جهاز الإكمو، اضطر إن هو يبص تاني عشان يتأكد. هو كان مستغرب لو كان بيقرأ البيانات غلط. إيما رفعت وشها من على التليفون وسألته إيه اللي بيحصل، ودكتور إيما قال لها إن ضغط دمها، معدل ضربات قلبها، مستويات الأكسجين في دمها كلهم بيتحسنوا. هو ما كانش عنده أي تفسير للي بيحصل ده، بس بالنظر للأرقام اللي هو شايفها أعضاء إيما ممكن تكون اتعافت كفاية عشان تشتغل من غير مساعدة جهاز الإكمو. الدكاترة لسه ما كانوش عارفين إيه اللي خلى إيما أصلا تتعب في البداية، بس بشكل شبه إعجازي كان باين إن هي بتتعافى من المرض اللي أصابها. وبعد أكتر من 6 شهور على جهاز الإكمو، الأنابيب اللي في جسم إيما اتشلت أخيرا وانفصلت رسميا عن الجهاز، وما عملتش زراعة أعضاء عشان ما حبتش الموضوع ده، وأعضائها اتعافت بشكل غامض لوحدها. وأخيرا في يوم سنة 2013 إيما سابت المستشفى للأبد. هي كانت في المستشفى لمدة 7 شهور في المجمل بالمرض الغامض اللي حير بعض من أفضل الدكاترة في العالم. دلوقتي إيما تقدر إن هي ترجع لحياتها الطبيعية كمراهقة نشيطة، بس كان في زي سحابة سودة فوق راس إيما، لأن الدكاترة عمرهم ما عرفوا إيه اللي بيخليها تتعب، فإيه اللي يمنع المرض ده إنه يهاجمها تاني أو يهاجم أي حد تاني في المستقبل. بعد 2 إيما وأهلها رجعوا المستشفى تاني عشان يعملوا فحص. هي كانت بتيجي كل 6 شهور من ساعة ما خرجت، ولحد دلوقتي مفيش أي مشاكل باقية من مرضها الغامض. بدأت تسلم على الطاقم الطبي بمرح، والممرضة بتوديها في مرات المستشفى لأوضة الكشف، وبدأت إن هي تاخد العلامات الحيوية لإيما. علقت على قد إيه كل الطاقم الطبي مبسوط إن إيما اتعافت تماما. بس بعدين وش الممرضة بقى جد أكتر. الممرضة قالت لإيما إن في حاليا بنت عندها 12 سنة في المستشفى بتتعالج من نفس الأعراض الغريبة اللي إيما مرت بيها. رئتها توقفت عن العمل ومحدش عارف ليه. وزي ما إيما كانت البنت اللي عندها 12 سنة دي متوصلة حاليا بجهاز الإكمو وفي انتظار زراعة الأعضاء. إيما طبعا اتصدمت لما سمعت ده، حبست دموعها وذكريات وقتها كله على جهاز الإكمو بدأت إن هي ترجع لها. كانت عايزة تعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعد البنت دي، وعشان كده إيما سألت لو ممكن إن هي تقابل أهل البنت. وفعلا بعد 2 إيما وأهلها قعدوا مع أهل البنت اللي عندها 12 سنة في الكافيتيريا بتاعة المستشفى، وبدأوا إن هما يقارنوا تاريخ كل واحدة فيهم. في الأول حالة البنتين ما كانش باين إن في أي حاجة مشتركة بينهم، بس بعدين إيما علقت وقالت إن هي بتتمنى إن البنت التانية دي على الأقل ما عندهاش نفس مشاكل الجلد اللي إيما كانت بتعاني منها وهي صغيرة. أم البنت ضحكت وقالت إن بنتها عندها حب شباب، بس مش أسوأ من أي مراهقة تانية، يعني تقريبا كل البنات في الوقت ده بيكون عندهم حب شباب. والأم قالت إن هي بتاخد دواء عشان حب الشباب ده، بس ده كان دواء شائع قوي أغلب البنات بتاخده. واتضح إن البنت دي وإيما الاتنين كانوا بياخدوا نفس دواء حب الشباب اللي اسمه باكتريم. العيلتين سلموا على بعض وكل واحد راح لحاله. وبعدين للأسف البنت اللي عندها 12 سنة دي
ماتت في النهاية من الحالة الغامضة. بعد 3 سنين في شهر مارس سنة 2018، إيما اللي كان عندها في الوقت ده 21 سنة كانت قاعدة على مكتبها في شقتها المتواضعة بتشرب قهوة الصبح وبتقرأ الأخبار على اللابتوب بتاعها. ضغطت على عنوان خبر وبقها حرفيا اتفتح من الصدمة، ما كانتش مصدقة أبدا اللي هي شايفاه. كان خبر عن طالبة عندها 16 سنة كانت رياضية بتلعب في كذا فريق رياضي، بس بعدين رئتها فجأة توقفت عن العمل ودلوقتي بتعتمد على جهاز الإكمو عشان تعيش. إما ما كانتش مصدقة التشابه بين قصتها وبين قصة البنت دي، وده خلاها تفكر برضو في البنت الصغيرة اللي عندها 12 سنة اللي ماتت من كام سنة. من وقتها إما ما كانتش سمعت عن أي بنت بتمر بنفس الشيء. بعدين إما بدأت تتساءل لو ممكن الشخصية اللي في الخبر دي تكون كانت بتاخد الدواء بتاع باكترم بتاع حب الشباب. لسنين طويلة الشك ده بخصوص البكتيريم كان موجود في عقل إيما، ودلوقتي كانت متأكدة أكتر من أي وقت فات إن الدواء الشائع ده هو اللي خلاهم كلهم يتعبوا بالطريقة دي. إيما لقت عنوان إيميل للدكتورة اللي بتعالج البنت دي وكتبت لها الموضوع فوراً. دكتور جينا ميلر اللي كانت بتعالج البنت اللي عندها 16 سنة دي في المستشفى كانت بتخلص شوية أوراق لما الإيميل بتاعها رن. كانت في رسالة واحدة من بنت اسمها إيما بتقول فيها إن هي مرت بحاجة شبه الحالة دي، وإن هي عايزة تعرف لو كانت المريضة اللي عندها بتاخد دواء حب شباب اللي كان اسمه باكتريم. دكتور ميلر فكرت على طول إنه من غير المحتمل أبدا إن دواء شائع زي ده يسبب رد فعل فظيع زي ده. الباكتريم هو سادس أكتر مضاد حيوي بيتوصف في الولايات المتحدة كلها، وبيستخدم لعلاج حالات كتير مختلفة. بس بعدين هي افتكرت حاجة، دورت في ملفات الطالبة دي عشان تتأكد، واتضح إن الكام أسبوع قبل ما المريضة الجديدة دي تدخل المستشفى هي كانت بتعاني من التهاب في المسالك البولية، والمضاد الحيوي اللي كانت بتاخده عشان تعالجه كان الباكتريم. دكتور ميلر ردت على إيما وقالت لها إن هي ممكن جدا تكون لسه حالة لغز الحالة بتاعتها والحالة بتاعت المريضة بتاعتها. اتضح إن كل البنات اللي عندهم المرض الغامض ده كلهم كانوا بياخدوا نفس المضاد الحيوي بتاع حب الشباب ده اللي كان اسمه باكتريم قبل ما يدخلوا المستشفى فترة قصيرة. ولما الدكاترة فحصوا صور عينات أنسجة البنات اكتشفوا إن كلهم عانوا من نفس نوع تلف الأنسجة لسبب ما. الدواء كان بيدمر بشكل منهجي الخلايا المسؤولة عن التنفس. وعلى مدى ال4 سنين اللي جايين دكتور ميلر بحثت في سجلات المرضى في كل أنحاء البلد عن ناس عانوا من فشل تنفسي غير مبرر بعد فترة صغيرة من تناول الدواء ده، وقدروا إنهم يوصلوا ل19 حالة تانية. معظمهم كانوا شباب وشابات تحت سن 20، وللأسف في 6 منهم ماتوا. محدش عارف ليه المضاد الحيوي ده أحيانا بيسبب تدمير الرئة النادر ده، بس دكتور ميلر وزمايلها بيشكوا إن ده بيحصل في حالات نادرة قوي. أجسام الناس بيبقى عندها رد فعل تحسسي قاتل محتمل للدواء ده، والنهاردة الدواء ده لسه بيتوصف على نطاق واسع، بس الفشل الرئوي الحاد بقى مدرج كأثر جانبي محتمل. إيما دلوقتي عندها 26 سنة بتشتغل ممرضة بترعى المرضى اللي لسه عاملين عمليات زراعة قلب ورئة. إيما بتقول إن هي عارفة إن بسبب رد فعلها للدواء ده اللي سبب لها كل الضرر ده في جسمها هي عمرها ما تقدر تكون الرياضية اللي كانت بتحلم بيها، لأنها بتنهج بعد ما تطلع كام دور في السلم. بس بالنظر لأنها كانت على وشك الموت فهي مش متضايقة خالص، بالعكس هي ممتنة لكل اللي مرت بيه. إنك تدخل في الطبيعة ممكن يكون حاجة كويسة لجسمك ولروحك، بس ساعات الأمور ممكن تبقى أصعب شوية هناك. يعني ممكن إن إيديك تتلوي، أو ممكن إن أنت تتعب من شرب مية مش متفلترة، وفي أوقات تانية ممكن إن أنت يحصلك حاجة بشعة هناك، حاجة عمرك ما تتوقع إن هي تحصل. في حلقة النهاردة هنحكي حكايتين عن ناس رجعوا من مغامرات في الطبيعة بحالات بتهدد فعلا حياتهم. أول قصة عندنا عن دكتور متقاعد بيرجع من رحلة تجديف في النهر بألم فظيع في بطنه. بعدين في القصة التانية نتكلم عن سيدة في الآخر بتلاقي نفسها بتصارع عشان حياتها بعد ما راحت تخييم. فخلونا نبدأ بالحكاية الأولى اللي أتمنى إن هي تعجبكم. في أوائل شهر يوليو سنة 2021 توماس اللي كان عنده في الوقت ده 71 سنة كان بيشد قارب كبير قابل للنفخ على شاطئ رملي على نهر كولورادو.
الوقت كان قبل الغروب على طول، هو كان تعبان قوي بس كان مبسوط. ده كان آخر يوم في رحلة تجديف كانت استمرت أسبوعين، ورغم إن هو كان محتاج إن هو ياخد دش ضروري بس هو في الوقت ده كان حاسس إنه نشيط زي ما يكون شاب. توماس كان جراح أورام متقاعد، وده كان معناه إن هو كان دكتور بيعمل عمليات للناس اللي عندهم سرطان. هو كان بيحب كونه طبيب وكان دايما مدمن شغل، بس بعد ما تقاعد في وقت سابق من السنة دي بقى عنده وقت لنفسه أخيرا، ومن أول الحاجات اللي عملها إن هو خد الأجازة المليانة مغامرات دي مع زوجته إيمي. التجديف كان شيء مثير زي ما كان بيتمنى بالظبط. هما كانوا بيجدفوا في وايت ووتر، بيعوموا جنب أطلال الأمريكيين الأصليين ومن خلال أودية بجدران صخرية بتمتد تقريبا لكيلو فوق راسهم. دلوقتي في آخر ليلة في الرحلة، توماس وإيمي ربطوا القارب بتاعهم في مكان، بعدين انضموا لباقي المجموعة حوالين نار في المخيم. في الوقت ده توماس كان بيقول لإيمي إنه منتظر العشاء بفارغ الصبر، وفضلوا قاعدين حوالين النار بيتكلموا وبيحكوا مستمتعين تماما. وبكرة هيكون طبعا وقت الرجوع للبيت في سبرينجفيلد. بس دلوقتي كل اللي توماس كان بيعمله إنه بيبص بس لفوق على الشمس وهي بتغرب، وهو عارف إنه هيفضل يعتز بالذكريات دي للأبد. في 16 يوليو، يعني بعد كام يوم من رجوعه البيت، توماس كان قاعد على ترابيزة السفرة بتاعته حاسس بوجع وغثيان. زوجته كانت بتحضر عشاء جميل بس هو كان مش قادر إنه ياكل. هو قال لإيمي إن الجزء العلوي من بطنه وجعه قوي. هو كان بدأ يحس إنه تعبان بعد ما رجع من رحلة التجديف بتاعتهم على طول، ودلوقتي كمان بدأ إنه يفقد وزن. صباح اليوم ده كان باين إن الألم زاد أكتر. كان دلوقتي كمان الموضوع بيجيله على هيئة موجات كبيرة. إيمي اقترحت إنه يمكن يكون أكل أو شرب حاجة غريبة في رحلتهم، يمكن جاله أي عدوى أو حاجة طفيلية. بس توماس قال إنه شرب بس المية المتفلترة وإنه معندوش أي أعراض من الأعراض الشائعة بتاعة الطفيليات. وعلى أي حال لو كان لقط حاجة في الرحلة دي فإيمي كمان غالبا كانت هي كمان هيجيلها. بس لما بص لإيمي وسألها إزاي هي حاسة، هي بس هزت راسها وقالت إن هي مش حاسة بأي تعب خالص. توماس كان عارف إن زوجته غالبا صح وإن آلامه مش حاجة كبيرة، بس كدكتور متقاعد ما قدرش يقاوم إنه يشخص نفسه تحسبا لو طلعت حاجة خطيرة تستدعي إنه يشوف طبيب. توماس بدأ يكتب يوميات مفصلة عشان يسجل كل أعراضه. هو فكر إن اليوميات دي هتساعده يفهم إيه سبب ألمه. هو طبعا في مسيرته الطويلة كجراح أورام شاف حالات كتير صعبة، ومع متابعته لأعراضه على مدى الأيام القليلة اللي بعدها هو بدأ إن هو يقلق. هو كان عايز يفضل منفتح على إيه سبب أعراضه. بس هو طبعا في الوقت ده مقدرش إن هو يمنع نفسه من إن هو ينجذب للمرض اللعين اللي يعرفه ويعرفه كويس قوي، وهو السرطان. توماس فكر إيمي إن والدته ماتت بسرطان البنكرياس وهي عندها 74 سنة، ومن خبرته رجل عنده 71 سنة بصحة كويسة وعنده ألم مستمر في البطن، فقدان وزن غير مبرر، ممكن إنه يعني حاجة واحدة بس. ولحد ما يثبت العكس توماس كان متأكد إنه عنده سرطان هو كمان. توماس مسك الموبايل بتاعه وكلم صاحبه المقرب دكتور جونان، كان دكتور جهاز هضمي، يعني دكتور متخصص في المعدة والجهاز المعوي. توماس قال لصاحبه إنه عايز يعمل أشعة مقطعية عشان يعرف لو كان في ورم في بطنه ولا لأ. بس للأسف أقرب ميعاد قدر صاحبه إنه يجيبهوله كان بعد أسبوع تقريبا. طبعا هو في الوقت ده قفل التليفون وحاسس بخيبة أمل. ما كانش فيه حاجة يقدر يعملها غير إنه يستنى. وبعد أسبوع كان واقف قدام مراية الحمام بيغسل أسنانه، بعدين بص لفوق وحس بصدمة تامة من انعكاسه في المراية. كان شاحب هزيل، وزنه نزل بشكل رهيب من ساعة ما رجع من رحلة التجديف، ودلوقتي كان بالعافية بيقدر إنه يقف من التعب اللي كان حاسس بيه. في اللحظة دي هجمة غثيان جت على توماس. فجأة بدأ يحس بتشنجات حادة في معدته وبدأ إن هو يقع على الأرض. بدأ إن هو ينده على زوجته، قال لها إنه محتاج يروح فورا الطوارئ. وبعد الظهر في نفس اليوم كان قاعد جنب إيمي في أوضة الانتظار المزدحمة في الطوارئ. ممرضة كانت بتسحب من دمه وكان منتظر النتائج. وفي الوقت ده موبايله رن، مسك وفتح الرسايل عشان يشوف نتائج تحاليل دمه. كلها كانت طبيعية ما عدا واحدة، كان عنده مستويات مرتفعة من نوع من خلايا الدم البيضاء اسمها الإيزونوفيلز، واللي توماس كان عارف إنها ممكن تشير ل3 حاجات: حساسية أو عدوى طفيلية أو سرطان.
توماس كان قرر طبعا خلاص إنه ما عندوش عدوى، وبرضه بيتهيأله إنه مش عنده حساسية، فده مش بيشير إلى الحاجة واحدة بس، وهي للأسف الاحتمال الأكبر اللي كان بيشك فيه وهو السرطان. في الوقت ده هو سأل الممرضة في منطقة الاستقبال لو ممكن إن هو يكلم الدكتور مباشرة عن النتائج، وقالت له إن عندهم قايمة طويلة من المرضى في اليوم ده بمشاكل خطيرة بتحتاج اهتمام فوري، وإن توماس ممكن يستنى لو عايز، بس غالبا هياخد 4 أو 5 ساعات لحد ما الدكتور يقدر إن هو يشوفه. توماس بدأ يفكر في اختياراته، وكان متأكد إلى حد كبير إن هو عنده سرطان، بس كان عارف إن هو غالبا مش في أي نوع من الخطر الفوري اللي بيكون بسبب السرطان. وبغض النظر عن اللي هيقوله له الدكتور في اليوم ده، لو استنى عشان يكلمه الموضوع لسه هياخد فحوصات أكتر بكتير عشان يحددوا إذا كان عنده فعلا المرض اللعين ده ولا لأ. فعشان كده هو قال لزوجته إن هما لازم يمشوا، وإن هو يتعامل مع السرطان اللي عنده من بكرة. اليوم اللي بعده توماس كان قاعد قدام مكتب دكتور الرعاية الأولية بتاعه. الدكتور كان بيبص على النتائج على الكمبيوتر بتاعه. توماس كان بيحاول إنه يوصف أعراضه. بعدين في لحظة ما الدكتور سأل توماس عن نظامه الغذائي وعاداته، وبعد ما سمع اللي قاله توماس الطبيب ده رفع عينه من على الشاشة وقال لتوماس: انت عارف ان دي غالبا مشكلة في الأكل. بعدين اقترح عليه ان هو يجرب نظام غذائي خالي من الحبوب. طبعا توماس كان مذهول، هو كان عايز ان هو يعمل فحص للسرطان، ودلوقتي الطبيب ده بيقول لتوماس اللي هو أخصائي السرطان ان هو بس يجرب نظام غذائي خالي من الحبوب. الموضوع كان باين ان هو سخيف. طبعا توماس قام شكر الدكتور بجدية تامة، بعدين أخد النتائج بتاعة التحاليل دي ومشي فورا من المبنى. وبعد 4 أيام كان قاعد على ترابيزة السفرة بتاعته واللابتوب بتاعه مفتوح قدامه لما جاله أحسن خبر سمعه من وقت طويل جدا. نتائج الأشعة المقطعية اللي أخيرا اتسمح له إنه يعملها كانت لسه راجعة، والنتائج كلها كانت طبيعية. توماس ببساطة ما عندوش سرطان. هو حس بموجة راحة ضخمة، بس دلوقتي كان محتار أكتر من أي وقت فات. الألم اللي في بطنه مش بيروح، هو كان بالعافية قادر إن هو ياكل، وفقدان وزنه كان مش بيتوقف أبدا من ساعة ما رجع من رحلة التجديف. فتوماس رجع تاني يحاول يعرف إيه اللي بيحصل بنفسه. وهو قاعد على الترابيزة بدأ يبص في يومياته اللي فيها كل أعراضه اللي سجلها، وفي نفس الوقت بيدور على الكمبيوتر بتاعه على الاضطرابات النادرة المحتملة اللي بتسببها أعراضه. وهو بيتنقل بين المواقع الطبية دي لفت انتباهه لمرض هضمي مزمن بتتراكم فيه خلايا الدم البيضاء جوه الأمعاء وبتسبب ألم وانسداد معوي. توماس كان عارف إن الحالة دي اللي اسمها التهاب المعدة والأمعاء الإيزينوفيل كانت نادرة، بس أفكاره كانت بتخلص. كان يأس إن هو يعرف إيه بالظبط اللي بيحصل له، وكان عايش فعلا في عذاب جسدي وعقلي. ورغم إن هو كان طبيب، بس هو كان محتار تماما. ده خلاه يحس بالعجز الشديد. وفي النهاية مسك التليفون بتاعه وكلم صاحبه دكتور جونن اللي قلتلكم عليه في البداية عشان يشوف يمكن يقدر يساعده تاني. بعد أسبوع دكتور جونن كان بيتمشى جوه مكتبه. كان لسه مرتب لتوماس إنه يدخل كاميرا صغيرة من حلقه عشان يبص حواليه جوه ويشوف يمكن يكون عنده انسداد معوي. بس زي كل الفحوصات التانية اللي عملها توماس، الفحص ده كمان رجع بنتائج طبيعية. ففي الوقت ده جونن كان محتار تماما من حالة صاحبه. قرر إنه يطلب فحص كمان عشان ياخد نظرة أحسن على أمعاء توماس الدقيقة. الصور في الرنين المغناطيسي المتخصص هتكون أوضح بكتير من الأشعة المقطعية، وده يسمح للدكاترة يشوفوا مناطق المشاكل الصغيرة جدا. طبعا هو كان بيتمنى إن الوضوح والتفاصيل الزيادة في التصوير يكشفوا أخيرا إيه الغلط اللي في صاحبه. اليوم اللي بعد الرنين المغناطيسي توماس راح مكتب أخصائي الأشعة عشان يناقش النتائج دي. وهو بيبص على الصور اتفاجئ لما شاف شذوذ صغيرة قوي في الجزء العلوي الأيسر من بطنه. الشذوذ دي كانت طولها حوالي بوصة وكانت رفيعة جدا جدا. أخصائي الأشعة قال لتوماس إن النقطة اللامعة دي كانت باينة مشوشة أكتر في الأشعة المقطعية الأولية، وهو كان فاكر إن هي مجرد تراكم للويحات على جدار شريان توماس، ودي كانت علامة شائعة للتقدم في السن. بس مع الرنين المغناطيسي المتخصص بقى واضح للأخصائي بتاع الأشعة ده إن هو كان غلطان، لأن كان في حاجة غريبة بتحصل جوه معدة توماس. بعدين أخصائي الأشعة ده جات له فكرة، وكان عنده فضول يشوف إذا كانت النقطة الغريبة دي ثابتة ولا بتتحرك جوه توماس. عرض عليه إنه يعمل أشعة مقطعية تانية دلوقتي عشان يعرفه. طبعا توماس وافق وعملوا الأشعة فورا، وبالفعل بينت إن النقطة الغريبة اتحركت في مجرد كام أسبوع
بين الأشعة المقطعية الأولى وبين التانية. بس قبل ما الرجلين يقرروا يعملوا إيه بخصوص النقطة الغريبة الرفيعة المتحركة جوه معدة توماس، أخصائي الأشعة لاحظ حاجة تانية محتاجة اهتمام فوري ممكن تكون بتفسر الألم المزمن بتاع توماس. توماس قرب وشاف على الصورة إن في نقطة صغيرة تانية. الدكتور قاله إن هي حصوة في المرارة، كتلة صلبة بتكبر في المرارة بتاعته. بس في الوقت ده توماس وأخصائي الأشعة بصوا لبعض. حصوات المرارة ممكن تسبب ألم شديد وتسبب مشاكل خطيرة لو اتسابت من غير علاج، وعشان كده المرارة بتاعته كانت ملتهبة تماما ومحتاجة إن هي تتشال. في 13 سبتمبر توماس عمل عملية جراحية عشان يشيل مرارته، وفي اللحظات الأخيرة قبل ما البنج يفقده وعيه دعا إنه على وشك إنه يتخلص من الألم بتاع المعدة الفظيع اللي استحمله لمدة شهرين. وبعد كام ساعة من انتهاء العملية هو كان نايم في السرير بتاعه في المستشفى بيرتاح، وإيمي كانت جنبه. الجراح بتاعه دخل الأوضة ومشي لحد السرير بتاعه، وقف هناك وهو مبتسم. الجراح قال إن هو شال بنجاح الحصوة بتاعة المرارة، والمرارة فعلا كانت ملتهبة، بس ده في الحقيقة ما كانش هو اللي مخلي توماس تعبان أصلا. الجراح شرح إنه وهو فاتح بطن توماس قرر إنه يستكشف النقطة الصغيرة الرفيعة اللي كانت بتبان في الأشعة، ولقى حاجة عمره ما شافها قبل كده في مسيرته كلها، حاجة بتفسر تماما كل أعراض توماس: ألم معدته الشديد، غثيانه، فقدان الوزن، إرهاقه المستمر. الجراح طلع إزازة صغيرة من جيبه ورفعها عشان توماس يشوفها. كان فيها جسم صغير حجمه وشكله زي الإبرة. توماس سأل إيه ده؟ الجراح قال إنه مش متأكد، بس هو حاد جدا وكان موجود جوه أمعاء توماس، وعشان كده مش غريب أبدا إنه كان بيتألم. الموضوع كان عامل زي ما يكون توماس بلع إبرة من غير ما يقصد. توماس سند ظهره على سريره وهو بيبص على الحاجة الصغيرة دي جوه الإزازة الصغيرة، وهو مش مصدق إن حاجة بالصغر ده ممكن إن هي تسبب كل البهدلة اللي كان فيها. بس طبعا كان مرتاح جدا إن المحنة دي خلصت خلاص، ومع ذلك هو كان عارف إنه مش هيعرف يرتاح غير لما يفهم إيه الحاجة اللي بلعها دي وإزاي أصلا بلعها. بعد كام يوم توماس أخد الحاجة اللي في الإزازة دي لمعمل عشان يحللها. المعمل اكتشف إن هي كانت عبارة عن سلكة معدن رفيعة طولها أقل تقريبا من بوصة بشوية، واللي أكتر من كده إنهم لقوا نمط كربوني على المعدن مطابق بالظبط لصوص الباربيكيو المحروق. هنا توماس افتكر آخر ليلة قضاها على نهر كولورادو في رحلة التجديف، والوجبة اللذيذة اللي كانوا بياكلوها حوالين النار اللي كانوا مشغلينها، ودي كانت آخر قطعة لحمة مشوية أكلها قبل ما يبدأ إنه يتعب. دلوقتي كل حاجة بقت واضحة. الحاجة المعدن السوداء اللي لقوها في أمعاء توماس كانت غالبا سلكة من الفرشة اللي الرجل اللي كان بيطبخ في الرحلة دي استخدمها عشان ينظف شبكة الشواية في الليلة الأخيرة من رحلتهم. توماس ضحك ضحكة خفيفة، وكان عارف دايما إن هيفضل فاكر ذكرى الرحلة بتاعت كولورادو دي لباقي حياته، بس ما كانش متخيل أبدا إنه بلع هدية تذكارية صغيرة هتجبره إنه يفضل فاكرها. وبس كده حكايتنا الأولى خلصت. أتمنى إن هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك، ويلا بينا ندخل على القصة التانية. في صباح يوم سبت في شهر يونيو سنة 2009 سيدة عندها 55 سنة اسمها إليزابيث وزوجها اسمه رون، الاتنين ركنوا الكرفان بتاعهم في مكان تخييم. إليزابيث كانت بتحب التخييم جدا، وكانت بتستغل أي فرصة عشان تروح وتسيب وراها حياتها، بس مع كبر سنها بدأت تستمتع بالراحة بتاعة الكرفان. كان أحسن بكتير إن هي تنام في سرير دافي بالليل وما تتعاملش مع وجع الدماغ بتاع نصب الخيم والنوم على الأرض. حياة الكرفان ببساطة سهلة ومريحة قوي، والنهاردة كل اللي كانوا محتاجين إن هم يعملوه هو إنهم يركنوا الكرفان في مكان التخييم، بعدين يحطوا واقي الشمس بتاعهم ويطلعوا يتمشوا ويستمتعوا بوقتهم، وده اللي فعلا عملوه. الغابة الكثيفة اللي كانوا فيها كانت جميلة، بس إليزابيث كانت لازم تعترف إن الظروف النهاردة كانت بائسة نوعا ما. المنطقة كلها كانت مليانة دبان أسود كان بيحوم حواليهم، والموضوع كان مضايقهم جدا، خصوصا إن هي كانت نسيت السبراي بتاع الحشرات. ولما هي ورون رجعوا للمعسكر كان كل حتة مكشوفة في جسمهم متغطية بالقرص بتاع الحشرات، وخلال الساعات اللي بعد كده القرص ده اتحول لحتت ورمة. عادة لما كانوا بيروحوا يخيموا كانوا بيستمتعوا قوي إنهم يقعدوا حوالين النار ويستمتعوا بالنجوم، بس في الليلة دي الدبان الأسود كان فظيع لدرجة إنهم فضلوا قاعدين جوه الكرفان ولعبوا كوتشينة.
إليزابيث ورون كانوا لسه برضه روحهم المعنوية عالية، هما قبل كده خيموا في ظروف أقل مثالية، من البرد القارس للمطر الغزير، وعشان كده ما كانوش هيخلوا شوية دبان يبوظ رحلتهم. بس لما إليزابيث جت تغير هدومها عشان تنام بالليل، ايديها ورجليها كانوا في حالة بشعة، ما كانوش بيوجعوها بس كل الأجزاء الورمة الحمرا كان شكلها فظيع. عشان كده خدت كام حباية من دواء معين عشان الورم ده يقل، وبعدين دخلت السرير. تاني يوم الزوجين صحوا وحضروا شنطهم وروحوا البيت، ورغم انهم ما استمتعوش قوي بالوقت بسبب الدبان الاسود، الا ان هم قضوا وقت لطيف بشكل عام وحسوا بالنشاط من عطلة نهاية الاسبوع في هواء الجبل النقي. بس الباقي الأسبوع اللي كانوا فيه في البيت، إليزابيث كانت بتصارع صداع فظيع بيروح ويجي. الأجزاء الورمة من القرص بتاع الدبان برضو كانت مش بتروح. هي قضت عطلة نهاية الأسبوع اللي بعدها في بيت بنت أختها في لونج آيلاند، كانت متحمسة إن هي تقابلهم وتقضي وقت ممتع مع عيلتها. بس طول الوقت اللي كانت فيه هناك إليزابيث كانت حاسة إن هي دايخة مش فايقة أبدا، كأنها محتاجة إن هي تاخد فنجان قهوة. وبعدين لما مشت وبدأت إن هي تسوق ورجعت بيتها، صداعها رجع بكل قوته لدرجة إن هو كان وجع نابض مستمر وفظيع. ولما وصلت البيت أخيرا أخدت فوار عشان يساعدها إن الصداع ده يروح، بعدين شربت مية على قد ما معدتها قدرت إن هي تستحمل. هي كانت عارفة إن قرص الدبان الأسود مش سام، بس جسمها كان باين عليه إنه بياخد وقت أطول من العادي عشان يتعافى منه. الليلة دي هي نامت بدري على أمل إن هي تصحى حاسة إن هي أحسن، بس ده محصلش. هي صحت وهي غرقانة في عرق بارد، بطنها كانت بتتقلب، دماغها فيها خبط، وعرفت على طول إن هي عندها سخونية. زوجها جاب ترمومتر وبدأ إن هو يقيس حرارتها اللي كانت مرتفعة تماما. في اللحظة دي طبعا هي بدأت إن هي تقلق، كانت تعبانة دلوقتي أكتر من الأسبوع اللي فات، وما كانتش عارفة الموضوع ده هيستمر لحد إمتى. الأسبوع اللي جاي هي ورون كانوا متفقين إنهم يروحوا رحلة تخييم، كانوا يقابلوا بنت خالة إليزابيث وزوجها، وكانت متشوقة قوي إليزابيث للرحلة دي، بس كانت قلقانة إن تعبها أيا كان هو إيه هيجبرهم إنهم يلغوها. طوال الأسبوع هي حاولت إن هي تاخد بالها من نفسها، فضلت في السرير، شربت مية كتير، أكلت كويس عشان تساعد جسمها يتغلب على المرض ده. وأخيرا في صباح اليوم اللي قبل ما يسافروا فيه الرحلة، حست إن السخونية راحت، وطول اليوم حالتها اتحسنت، وبالليل كانت حاسة إن هي كويسة كفاية عشان تروح التخييم. هي حرفيا كانت طايرة من الفرحة، لأول مرة من أسبوع تنام في هدوء. وتاني يوم الصبح يوم 22 يونيو، هي ورون طلعوا بالكرفان على رحلة التخييم، ولما الاتنين وصلوا المخيم الدنيا كانت بتشتي بغزارة، وده خلى إن الموضوع صعب إنهم يلاقوا مكان التخييم بتاعهم. بس لحسن الحظ إن بنت خالة إليزابيث كانت هناك وقدرت إن هي تساعدهم يظبطوا أمورهم. في الوقت ده كلهم اتجمعوا. إليزابيث عزمت بنت خالتها وجوزها عشان يقضوا الوقت عندهم في الكرفان ويعملوا عشاء، وهم منتظرين إن المطر يهدى شوية. بس بعد كام ساعة المطر كان لسه مش بيهدى، عشان كده بنت خالتها وزوجها جروا على الكرفان بتاعهم، وإليزابيث ورون دخلوا السرير وناموا على أمل إن لما يصحوا الجو يكون اتحسن. تاني يوم الصبح لما صحت من النوم، المطر ما كانش في دماغها خالص، بدلا من كده كان عندها صداع مميت، وعرفت على طول إن السخونية رجعت تاني. جلدها كان بيوجعها، عينيها حاسة إن هي حمرا، بقها كانت حاسة إن هو زي ما يكون فيه رمل، كأنه متغطي حرفيا بالرمل. هي كانت متضايقة وعارفة إن هي غالبا هتفضل تعبانة طول اليوم، مش هتقدر إن هي تشارك في أي حاجة يعملوها. دعكت عينيها، راحت الحمام ببطء عشان تغسل أسنانها. كانت محتارة هل تطلب من زوجها إنه ياخدها للبيت ولا تستحمل في الكرفان عشان على الأقل هو يقدر إنه يستمتع بالأجازة. بمجرد ما دخلت الحمام وبدأت إن هي تغسل أسنانها، لاحظت إن في دم في بقها. هي في الوقت ده فتحت بقها وطلعت لسانها، وفي الوقت ده عينيها وسعت لما أدركت إن الحبوب اللي حست بيها جوه بقها ما كانتش رمل، هي كانت عبارة عن دم أسود على طول لسانها وجوه خدها. إليزابيث بدأت تحس بالذعر بيزيد في صدرها، عشان كده خرجت بسرعة من الحمام، راحت على كرفان بنت خالتها. ولحسن الحظ زوج بنت خالتها كان دكتور، عشان كده خلاها تقف في مطبخهم الصغير وبدأ إن هو يبص في بقها بكشاف. وبعد دقيقة طفى النور وهز راسه وقال إنه عمره ما شاف حالة زي دي قبل كده. نصحها وشدد عليها إن هي لازم فورا تروح المستشفى. وبعد حوالي ساعتين إليزابيث وزوجها وصلوا لأقرب طوارئ. في الوقت ده هي كانت بتتألم من الوجع. رون ركن الكرفان، بعدين لف على باب الراكب عشان يساعدها إن هي تنزل،
ولما شافته ابتسمت له، بس شافت في عينه خوف شديد وما فهمتش ليه غير لما بصت هي بنفسها في مراية العربية وشافت انعكاسها. وشها كان وارم لدرجة إن هي تقريبا معرفتش نفسها. وبعد حوالي 5 ساعات دكتور اسمها تريزا دخلت مكتبها في المستشفى، كانت جاهزة إن هي تبدأ شفتها الليلي. حطت شنطتها تحت مكتبها، بعدين راحت تطمن على إليزابيث اللي كانت أول مريضة ليها في الليلة دي. ولما دكتور تريزا دخلت أوضة إليزابيث في المستشفى وبصت عليها، الدكتورة حاولت إن هي تخبي صدمتها، لأن المريضة صدرها، إيديها، ظهرها بالكامل متغطيين بطفح جلدي لونه أحمر محبب. هي حاولت إن هي تبين إن هي هادية، بس عمرها ما شافت طفح جلدي بالسوء ده قبل كده. إليزابيث كمان عندها سخونية شديدة، مصدعة، تعبانة جدا، باين عليها إن هي ورمة. هي بدأت إن هي تسأل إليزابيث إيه اللي حصل بالظبط. بعدين هي بدأت تحكي عن الأسبوعين اللي فاتوا من التعب والبهدلة وكل الأعراض اللي حست بيها من ساعة ما اتقرصت من الدبان الأسود. تريزا بدأت إن هي تفحص كل الحاجات اللي موجودة على جلد إليزابيث، بس كانت متأكدة وواثقة إن في الحقيقة اللي هي فيه ده مش نتيجة قرص الدبان الأسود، بس ما كانتش عارفة إيه السبب، وكانت متأكدة إن حالتها غالبا هتفضل تسوء. يعني على الأقل الطفح الجلدي ده ممكن إنه يسبب ضرر دائم وخطير لجلدها، وعينيها ممكن إن هي تتضرر هي كمان، ومحدش يقدر يعرف الحالة الغامضة دي ممكن تكون بتعمل إيه جوه جسمها. الدكتورة ما كانتش عارفة تبدأ منين بالظبط مع المريضة بتاعتها، عشان كده طلبت إن هي تعمل أشعة وتحاليل دم، وراحت عشان تشوف كم مريض تاني، وكانت منتظرة النتائج دي بفارغ الصبر. بعد حوالي ساعة وشوية بعد ما إليزابيث عملت الأشعة وتحاليل الدم، دكتور تريزا بصت على النتائج على الكمبيوتر في مكتبها، ولدهشتها تحاليل دم إليزابيث وأشعتها طلعوا طبيعيين تماما. وبكده هي كانت محتارة، عشان كده كلمت واحد من زمايلها اسمه دكتور ديفيد، دكتور الأمراض المعدية اللي كان مناوب في الليلة دي. هي شرحت له الأعراض بتاعت المريضة بتاعتها، وكانت سامعاه بيكتب الملاحظات وهي بتتكلم. وبعد ما خلصت كلام، ديفيد قال إن معظم حالات السخونية المفاجئة زي اللي عند إليزابيث سببها عدوى فيروسية أو بكتيرية، وعشان كده المشكلة دلوقتي كانت في معرفة أي واحدة من دول هي اللي اتصابت بيها. ولأن إليزابيث كانت بتقضي وقت كبير قوي في الطبيعة، دكتور ديفيد خمن إن هي ممكن تكون مصابة بمرض منقول عن طريق حشرات زي أي حشرات بتكون موجودة في الجبال. هو قال لها إن هو يجي الصبح ووعدها إن هو يخلي إليزابيث أول حالة يشوفها، بس قال لها إن في الوقت ده تديها شوية مضادات حيوية تحسبا لو كان عندها فعلا مرض منقول عن طريق الحشرات. تاني يوم الصبح بدري، إليزابيث صحت على صوت خبط على باب أوضتها في المستشفى. فتحت عينيها اللي كانت ورمة حمرا بصعوبة، وشافت خيال مش واضح قوي لشخص داخل الأوضة. بعد كده عرف نفسه بأنه دكتور ديفيد، وسألها إذا كان الدواء اللي وصفته لها دكتور تريزا بيساعدها ولا لأ. بس إليزابيث هزت راسها بالنفي، وقالت له إن هي يدوب قادرة تشوف، وإن الطفح الجلدي بقى مؤلم أكتر من أي وقت فات، لدرجة إن حتى أصغر حركة في السرير كانت مؤلمة جدا. هو وعدها إن هو يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعدها، وبعدين قال لها إنه محتاج دلوقتي إن هي تقعد مستقيمة عشان يقدر يحدد الطفح الجلدي ده انتشر قد إيه. هي في الوقت ده كانت بتحاول إن هي تتمالك نفسها إن هي ما تصرخش، لأن أقل لمسة كانت فعلا بتوجعها. دكتور ديفيد وهو بيبص على جسمها شاف إن الطفح الجلدي انتشر وإن الدواء ما كانش ليه أي تأثير، وده كان معناه إن شكه في إن هي ممكن تكون عدوى فيروسية ده كان غلط. بس للأسف ما كانش عنده أي فكرة إيه تاني ممكن يكون مسبب تعبها. هي في الوقت ده كانت عارفة إن الدكاترة بيعملوا كل اللي عليهم، بس حقيقة إن مفيش حاجة تقريبا جابت نتيجة لحد دلوقتي كان شيء محبط بالنسبة لها. بعد حوالي ساعة دكتور ديفيد رجع للأوضة تاني، بس المرة دي كان معاه زميل ليه دكتور جلدية برضو كان اسمه كريسبو. دكتور ديفيد كان عايز دكتور كريسبو يبص بصة أقرب على الطفح الجلدي بتاع إليزابيث. كان عنده أمل إن هما لو قدروا يحددوا نوع رد الفعل ده فده ممكن يعرفهم إيه اللي مسبب تعبها فعلا. إليزابيث جهزت نفسها للألم، والدكاترة بيساعدوها إن هي تقعد مرة تانية عشان دكتور كريسبو يقدر إن هو يبص عليها. قضى كام لحظة وهو بيبص على الطفح الجلدي بتاعها وبيفحص عينيها وجوه بقها، وبعدين شافته وهو بيهز راسه لدكتور ديفيد كأنه بيأكد حاجة كان شاكك فيها. بعدين قال لإليزابيث إن هي عندها نوع نادر بس شديد من حساسية اسمها متلازمة ستيفنز جونسون،
دكتور كريسبو شرح إن هي بلعت حاجة سببت لها رد فعل عنيف جدا من جهازها المناعي. جسمها كان يائس لدرجة إن هو عشان يطرد مسبب الحساسية ده من نظامها هاجم أعمق طبقات جلدها وسبب الطفح الجلدي اللي مالي جسمها. هو كان بيعتقد إن قريبا الطبقة العليا من جلدها هتبدأ إن هي تتقشر وشكلها يبقى أسوأ قبل ما تحس إن هي أحسن، كأنها بالظبط اتعرضت لحرق شديد. ولا أي حاجة من الدكتور ده كان بيقولها كانت منطقية بالنسبة لإليزابيث. هي أكدت لدكتور كريسبو إن هي ما بلعتش أي حاجة غريبة خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وقالت له تاني عن القرص بتاع الدبان الأسود، وتساءلت إذا كان ممكن أي ذبابة من دول كانت شايلة نوع من البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات اللي ممكن تكون عادتها. بس كريسبو هز راسه بالنفي. اللي كان بيخلي المتلازمة دي فريدة جدا مش بس رد الفعل لكن الحاجة اللي بتسببه، وهي الأدوية. لأسباب الدكاترة كانوا مش فاهمينها بالكامل، الأدوية اللي في العادي بتحسن صحة الإنسان ممكن أحياناً إنها تسبب رد الفعل التحسسي المهدد للحياة ده بالنسبة لبعض المرضى. في حالة إليزابيث، دكتور كريسبو كان واثق إن السبب هو واحد من أكتر الأدوية شيوعاً وسهولة في الحصول عليه من غير روشتة على الكوكب كله، وهو الأيبوبروفين. إليزابيث في الوقت ده اتصدمت تماما. هي كانت بتاخد الدواء ده باستمرار خلال الأسبوعين اللي فاتوا عشان تقلل الورم من قرص الذباب الأسود وعشان تخفف الصداع، بس ما كانتش تعرف إن الدواء ده هو اللي كان بيسبب كل المشاكل دي. بس في حاجة ما كانتش منطقية بالنسبة لها. قالت لدكتور كريسبو إن هي كانت بتاخد الدواء كتير قوي. لو هي عندها حساسية منه، ليه ده ما حصلش قبل كده؟ ليه ما حصلش رد فعل كبير أول مرة خدته؟ هو اعترف إنه فعلا مش عارف ليه إليزابيث ممكن إنه يجيلها رد الفعل التحسسي ده في وقت متأخر كده في حياتها. المتلازمة دي كانت نادرة جدا لدرجة إن السبب الجذري ليها كانت لسه مش معروف، بس هو متأكد إن الدواء ده لو بطلته كل حاجة هتتحسن. قال لها إن هي لو بطلته فعلا هتتعافى خلال أسبوع أو أسبوعين بالكتير، وبدأ إنه يكتب لها أدوية عشان تخفف الأعراض، وبعد كام أسبوع كانت اتعافت كفاية عشان تروح البيت زي ما دكتور كريسبو وعدها بالظبط. بس لقينا رد فعلها التحسسي فضل من غير علاج لمدة أسبوعين. بعض الأعراض الدائمة كانت حصلت فعلا، عينيها كانت ورمت لدرجة إن قنواتها الدمعية اتضررت بشكل دائم وما بقتش بتشتغل، ومن ساعتها وهي لازم تحط قطرة محلول ملح في عينيها كل كام دقيقة عشان تفضل شغالة كويس. بس إليزابيث دايما بتحب تبص للجانب المشرق، وقالت إن على الأقل أنا لسه بشوف. في صيف سنة 1846، سيدة شابة كانت بتصرخ من الألم والخوف أثناء ما الممرضين كانوا شايلينها وداخلين بيها من أبواب مستشفى موجودة في النمسا. السيدة دي كانت على وشك إن هي تولد، ورغم إن هما ودوها لواحدة من أحسن المستشفيات في النمسا كلها، إلا إنها كانت لسه خايفة من اللي هيحصل بعد كده. الممرضين شالوا النقالة بتاعتها. السيدة حاولت إن هي ترفع رقبتها عشان تشوف هما واخدينها لفين بالظبط، لكن بعدها بلحظة الألم اللي كان فيها بدأ إنه يزيد أكتر وأكتر، فاضطرت إن هي تغمض عينيها. بعدين سمعت صوت الممرضين وهما بيفتحوا مجموعة أبواب تانية. فجأة سمعت صوت صرخات سيدات تانيين صوتهم بيعلى أكتر وأكتر. السيدة دي فتحت عينيها، حاولت تستوعب هي فين، لكن كل حاجة كانت مشوشة. بعدها الممرضين شالوها حطوها على سرير في أوضة مليانة بالسيدات اللي بيولدوا. وأول ما الممرضين مشوا، السيدة دي بدأت إن هي تزعق وتنادي على دكتور. وفي الوقت ده جري عليها شاب، ولما سألها إزاي يقدر يساعدها، السيدة دي مسكته من البلطو الأبيض بتاعه وسألته هي دي أوضة إيه؟ ولما قال لها انفجرت في العياط، لأنها كانت عارفة إن في احتمال كبير جدا إن هي عمرها ما هتخرج من الأوضة دي عايشة. السلام عليكم، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في حالات في الطب مهما العلماء حاولوا إن هم يفهموها بتفضل دايما لغز. جسم الإنسان طبعا زي ما احنا عارفين معجزة، بس أوقات المعجزة دي بتتحول للغز بيحير أكبر الدكاترة في العالم. أتمنى إن حلقة النهاردة تعجبكم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. في شهر يوليو سنة 1846، دكتور إجناز اللي كان عنده 28 سنة راح مستشفى فيينا العام في النمسا في أول يوم شغل ليه. إجناز كان فخور إنه بيشتغل هناك، وفخور أكتر إنه يشتغل في قسم التوليد اللي هيساعد فيه الأمهات اللي على وشك الولادة. وكجزء من وظيفته كان يشتغل في واحدة من الأوضتين بتوع الولادة اللي موجودين في المستشفى. هو كان حاسس بالتفاؤل، بس كمان كان فيه توتر. كان لسه متخرج من كلية الطب قريب،
وسنه يعتبر صغير قوي على المنصب بتاعه ده، وكان مصمم إنه يثبت نفسه لزمايله الجداد في الشغل. في اليوم ده وكان ماشي في الشارع لحد ما وصل للأبواب المزدوجة للمستشفى، فتحهم ومشي في الممرات اللي صوتها كان بيرن لحد ما وصل لأول أوضة ولادة اللي كان اسمه القسم الأول. هو كان عايز يسيب انطباع أول كويس، عشان كده راح في ميعاده وهو مظبط نفسه على الآخر عشان يبهر أي حد يشوفه. وصل عند أوضة الولادة، بعدها فتح الباب، واللي شافه بعدها غير تماما إحساسه ناحية وظيفته الجديدة. كان في سيدة حامل ركع على الأرض بتعيط وبتصرخ وما كانتش بتولد. هي كانت بتترجى دكتور تاني إنه يسمح لها إن هي تمشي وتروح أوضة الولادة التانية اللي كان اسمه القسم التاني. السيدة اللي على الأرض قالت إن ممكن تعمل أي حاجة عشان تتنقل هناك، وإن هي لو فضلت في مكانها هي متأكدة إنها هتموت. دكتور إجناز كان سمع إشاعات عن أوضة الولادة بتاعة القسم الأول. في الحقيقة معظم الناس في فيينا كانوا سمعوا الإشاعات دي. كان فيه همس بيقول إن القسم الأول أخطر بكتير من التاني، وإن السيدات اللي بيولدوا هناك احتمالية إن هم يتعبوا ويموتوا أكبر بكتير. أثناء ما كان واقف عند الباب كان عايز يجري ويطمن المريضة اللي بتعيط، لكن الدكاترة التانيين كانوا خلاص رفعوها من على الأرض وحطوها على سرير من السراير الكتير اللي في الأوضة، وكانوا بيطمنوها إن كل حاجة هتبقى تمام، بس هي لازم إن هي تفضل هنا. ورغم إن دكتور إجناز كان هو المسؤول تقنيا عنها، ومحبش إنه يتدخل في اللي شايفه بيحصل، كان لسه حاسس إنه مش فاهم قوي طبيعة المكان وما ينفعش إنه يتدخل كده من أول يوم. في الوقت ده كل اللي هو كان محتاجه إنه يتعلم إزاي يتعامل مع الأوض ويكسب ثقة زمايله الأول. بعدها بكام ساعة نفس السيدة اللي كانت بتعيط على الأرض وبتطلب إن هي تمشي من القسم الأول جالها الطلق، ودكتور إجناز هو اللي كان بيشرف على الولادة بتاعتها. وبعد ما شاف إن السيدة دي كانت خايفة إزاي، هو سابها إن هي تمسك إيده وتضغط عليها جامد قوي وقت الولادة لدرجة إن صوابعه زرقت، ولحسن الحظ ولادتها عدت على خير وولدت طفل سليم. لكن رغم إن هي وطفلها كانوا كويسين، هو مقدرش إن هو يشيل من دماغه صورتها وهي بتعيط وبتترجاه عشان تمشي من القسم الأول. الموقف ده كان مخليه قلقان جدا. هو كان عايز يتأكد إن السيدات مش بيحسوا بالخوف تحت رعايته، وعشان كده هو قرر إن هو لازم يعرف أكتر حاجة ممكنة عن القسم الأول ده ويشوف إيه اللي بيحصل هناك. في اليوم ده مع دخول الليل، دكتور إجناز أخد دكتور تاني على جنب عشان يتكلم معاه عن اللي شافه الصبح. هما كانوا واقفين في الطرقة بره القسم الأول، الجاكيتات بتاعتهم كانت ملطخة بالدم من يوم شغل طويل، وهو قال لزميله إن هما الاتنين رجال علم، وبصفته دي سأله لو كان في أي دليل علمي على إن القسم الأول فعلا مميت للسيدات أكتر من القسم التاني. الدكتور التاني رد عليه وقال له أيوة، في أدلة علمية بتثبت ده، ووطى صوته عشان لو في أي مرضى في الممرات، وقال له إن معدل الوفيات للأمهات في القسم الأول ممكن يوصل ل 18%، لكن في القسم التاني كان أقل بكتير، حوالي 2% بس. طبعا هو اتصدم في الوقت ده. الأرقام دي معناها إن تقريبا 1 من 5 سيدات بتموت في الأوضة الأولى، لكن حوالي 1 بس من كل 50 بتموت في القسم التاني. فجأة خوف السيدة دي من الصبح بقى مبرر تماما. الدكتور التاني شرح لدكتور إجناز إن المرضى في القسم الأول شكلهم بيموتوا من حاجة اسمها حمى النفاس، وده كان مرض مش مفهوم كويس بيصيب السيدات اللي لسه والدين قريب بعد يوم ل3 أيام تقريبا من ولادة طفلهم. السيدات دول بيجيلهم ألم شديد في البطن وحمى عالية قوي، وساعات بيجيلهم هذيان بعدها بيموتوا. قال له إن كان في اجتماعات كتير في المستشفى لمناقشة الفروق بين القسمين، لكن حتى واحد من أكبر خبراء الأمراض في المستشفى وهو طبيب شرعي اسمه جيكوب ما قدرش يلاقي أي حاجة تفسر الاختلافات الكبيرة في معدلات الوفيات. طبعا دكتور إجناز كان واقف مصدوم، كان بيفكر في كل الكلام ده. بعدين شكر زميله على المعلومات، وهو ماشي في ممرات المستشفى فكر في كل حاجة لسه عارفها، وكان مؤمن إن مسؤوليته إنه يعرف بالظبط ليه السيدات الكتير قوي دول بيموتوا في المستشفى في القسم الأول وبس. هو قرر إن في اليوم اللي بعده على طول هيروح يزور القسم التاني ويحاول يعرف إيه اللي مخليه أمان أكتر بكتير من الأول. تاني يوم الصبح مشي في الممرات ناحية القسم التاني، ولما فتح ودخل كان شكله تقريبا مطابق للقسم الأول.
لاحظ نفس الحيطان الباهتة، نفس السراير المرصوصة في صفوف، نفس أنظمة التهوية اللي بتدخل هوا نضيف للأوضة. ومع ذلك المرضى في القسم التاني كانوا باينين إن هما شكلهم أسعد ومرتاحين أكتر. هو فضل يعدي جنب السراير بتاعتهم وراح لآخر الأوضة، المكان اللي فيه كل المعدات المستخدمة في الولادات. بدأ إنه يفتح كام درج وجواهم شاف كل الأدوات اللي بيتم استخدامها، واتضح إن نفس الأدوات بالظبط اللي بتستخدم في القسم الأول. في الوقت ده هو ساب المنطقة اللي فيها الأدوات ورجع للجزء الرئيسي من الأوضة، وهناك شاف أفراد الطاقم بيتحركوا بسرعة من مريضة للتانية. وهنا لاحظ حاجة مثيرة للاهتمام، كان في فرق واحد كبير وقدر يشوفه بين طاقم القسمين بتوع الولادة، وهو فكر إنه ممكن يكون مفتاح حل اللغز ده. بعدها بكام شهر الدكاترة وطلبة الطب اللي بيشتغلوا في القسم الأول اتجمعوا في مكان في المستشفى اللي عادة المحاضرات الطبية بتتاخد فيه. كانت مساحة صغيرة فيها ترابيزات خشب مرصوصة قدام سبورة. دكتور إجناز كان واقف في أول الأوضة بيفكر بعمق. هو على مدار الشهور اللي فاتت كان بيروح وبيجي بين الأقسام يسجل ملاحظات عن إزاي أفراد الطاقم الطبي المختلفين بيشتغلوا. في النهاية هو كان بيعتقد إن هو جمع أدلة كفاية عشان يثبت نظريته، وعشان كده دعا للاجتماع ده مع كل اللي بيشتغلوا في القسم الأول عشان يعرفهم على اكتشافه. على طول بدأ يعلن إن هو كان بيراقب كويس القسمين الأول والتاني، بيدور على أي حاجة ممكن إن هي تفسر الفرق الضخم في معدلات الوفيات. قال إن القسمين شبه بعض جدا، تقريبا مفيش أي اختلاف ما عدا حاجة واحدة بس. القسم الأول اللي عدد الوفيات فيه زيادة كان الطاقم الطبي بتاعه بالكامل من الدكاترة الرجال وطلبة الطب. أما القسم التاني، القسم بقى الأأمن، كان الطاقم بتاعه كله من الدايات السيدات. في نص القرن ال19 لما القصة دي حصلت، الدايات كانوا بياخدوا فترة تدريب مهني مش تعليم طبي رسمي، وبسبب ده كان بيتم اعتبارهم إنهم أقل تعليما من الدكاترة، ما كانش مسموح لهم أبدا إنهم يعلموا الطلبة بتوع الطب. لكن بما إن مستشفى فيينا العام كانت مستشفى وكلية طب في نفس الوقت، كانت محتاجة إن يكون في قسمين ولادة، واحد للدكاترة اللي بيقدروا يدربوا الطلبة على التعامل مع الحمل والولادة، واحد تانية للدايات اللي كانوا بيديروا المكان ده بنفسهم في الغالب. بالنسبة لدكتور إجناز، حقيقة إن الأوضتين كان عندهم أفراد مختلفين بالشكل ده بدت إن هي حاجة مهمة. بعدين هو أثناء الاجتماع قال حاجة صدمت الأوضة دي المليانة بالدكاترة وطلبة الطب، وتساءل بصوت عالي لو كان ممكن الدايات يكونوا فعلا بيعرفوا يولدوا السيدات أحسن بكتير من الدكاترة. الدكاترة طبعا كلهم استهزأوا، أما طلبة الطب بدأوا إنهم يبقوا قلقانين، ما كانوش مرتاحين لفكرة إن الدايات ممكن يكون عندهم معرفة أكتر منهم. إجناز شرح وقال إنه كمان مش مرتاح، مكانش سهل عليه إنه يفكر إنه بعد سنين من التدريب الطبي يمكن ما كانش خبير قوي زي ما كان فاكر، يمكن مجرد سيدة بسيطة تكون بتفهم أكتر منه. بعدين قال إنه لاحظ إن السيدات اللي بيولدوا على ظهرهم في القسم الأول، وده كان إجراء معتاد للدكاترة على أساس إن هو بيديهم رؤية أحسن وتحكم أكبر في عملية الولادة. بس في القسم التاني اللي كان آمن أكتر واللي كانت بتشتغل فيه الدايات، السيدات في الغالب كانوا بيولدوا على جنبهم، وده كان بيبقى مريح أكتر للمريضات وبيقلل من خطر الإصابة. هو افترض إن الاختلاف ده ممكن يكون هو السبب في إن السيدات كتير بيموتوا في القسم الأول. وفي الوقت ده قال لكل الدكاترة والطلبة بتوع الطب إن خلاص من هنا ورايح كل السيدة بتولد في المكان الأول لازم إن هي تنام على جنبها بدل ظهرها. هو شاف في الوقت ده كل الدكاترة بيهمسوا بصوت واطي كأنهم مش مقتنعين بالكلام اللي هو بيقوله، بس هو شكرهم على استماعهم والاجتماع خلص. بعد كده خرجوا كلهم من القاعة وسابوه لوحده. هو كان مبسوط إن الاجتماع خلص، وكان عارف إنه يعتبر جديد في مستشفى فيينا العام، وإنه يشيل المسؤولية دي خلاه متوتر، بس هو كان قدها، عمل كل اللي يقدر عليه عشان يحل المشكلة اللي موجودة في أقسام الولادة. وساب الأوضة بتاعة الاجتماع على أمل إن التغيير الجديد اللي لسه مطبقه ده ينجح فعلا في إنقاذ أرواح السيدات. خلال الشهور اللي بعد كده دكتور إجناز قضى وقت أكتر في القسم الأول عشان يتأكد إن كل شيء ماشي على البروتوكول الجديد ده، بإن هما يخلوا المريضات يولدوا على جنبهم. في الوقت ده ما حصلش تغيير فوري في معدلات الوفيات، بس هو فضل متمسك بالأمل إن فكرته هتنجح في النهاية، بس ده ما حصلش.
تقريبا كل يوم كان بيسمع أو بيشوف بنفسه سيدات كتير بيموتوا، فاضطر في النهاية إنه يعترف إن نظريته أكيد كانت غلط. يعني حتى مع السياسة الجديدة دي معدل الوفيات في القسم الأول كان عالي زي ما هو بالظبط. في شهر فبراير سنة 1847، يعني بعد أقل من سنة من لما دكتور إجناز بدأ شغله في مستشفى فيينا العام، كان في المتوسط سيدتين بيموتوا كل يوم في القسم الأول، وهو يأس إنه يعرف إيه اللي بيحصل بجد. كان بيقضي الصبح في مشرحة المستشفى بيعمل تشريح للسيدات اللي بيموتوا. هو ومعاه دكاترة وطلبة طب كتير دوروا في جثث السيدات على أي دليل يقول لهم إيه بالظبط اللي كان بيقتل السيدات دي. وفي صباح يوم كان واقف في المشرحة بياخد أنفاسه بصعوبة وبيحاول إنه يتجاهل ريحة الموت اللي مالية المكان. هو كان طلب من خبير الأمراض في المستشفى دكتور جيكوب إنه يحضر معاه التشريح. دكتور إجناز كان بيعتبر إن جيكوب هو قدوة ليه، وكان مبسوط إنه بيتفرج عليه وهو بيشتغل. الاتنين بدأوا إنهما يشتغلوا، وأول ما بدأوا إنهما يعملوا كده وشالوا طبقات الجلد والدهون والعضلات، لقى نفس الحاجة اللي لقاها في السيدات التانيين اللي بيموتوا، بطن ملتهبة مليانة بقرح متورمة وصديد. الاتنين اتفقوا إن دي علامات واضحة على وجود نوع من العدوى، ورغم كده محدش فيهم قدر يحدد إيه هي العدوى دي بالظبط وإزاي بتنتشر في قسم واحد بس. إجناس كان قاعد بيبص على عشرات الجثث بتاعت السيدات اللي حواليه، كانش فاهم أبدا إيه اللي بيحصل في المكان ده. كان حاسس بحزن إنه مقدرش إنه يمنع كل السيدات دول من الموت، وحس إنه خذلهم. بعدين أثناء ما كان قاعد قال لدكتور جيكوب إنه محتاج ياخد راحة من المكان، من المشرحة، من أوض الولادة، من المستشفى كلها. يمكن الأجازة دي تساعده إنه يصفي ذهنه ويرجع يبص للمشكلة بعيون جديدة. ففي الوقت ده قلع البالتو بتاعه الملطخ بالدم، وبعدين راح وبلغ مشرفينه إنه مسافر في رحلة لفينيسيا. بعد كام أسبوع في مارس 1847 دكتور إجناز رجع من أجازته. الوقت اللي قضاه بعيد كان كويس ليه، قدر إنه يرتاح يستمتع بالمتاحف والأكل اللي بتقدمه إيطاليا. ودلوقتي بعد ما رجع النمسا حس إنه النشاط بتاعه متجدد. راح مستشفى فيينا العام في أول يوم ليه بعد رجوعه الشغل، وأول ما دخل واحد من زمايله جري عليه في الطرقة. كان شكله شاحب وحزين، وقال له إن حصلت حادثة فظيعة وهو مسافر. قدوته دكتور جيكوب مات. طبعا إجناز اتصدم. دكتور جيكوب كان لسه شاب وسأل زميله إيه اللي حصل. الدكتور التاني كان صوته مش واثق وهو بيشرح. قال إن دكتور جيكوب كان بيعمل تشريح لواحدة من السيدات اللي ماتوا في القسم الأول، وكان الموضوع كله روتيني، حتى إن كان في شوية طلبة في الأوضة بيساعدوه في الفحص. بعدين واحد من الطلبة جرح صابع دكتور جيكوب بالمشرط بتاعه، والجرح ده اتلوث، وبعد كام يوم دكتور جيكوب مات. إجناز طبعا كان بيسمع الكلام ده وحاسس بغضب شديد، هز راسه وهو مش مصدق. القصة دي كانت مفجعة مخيفة في نفس الوقت. جيكوب كان بيعمل طول الوقت تشريح، وعمره ما تخيل إن جرح صغير زي ده وقت واحد من التشريحات دي ممكن إنه يقتله. بس في الوقت اللي هو كان مصدوم فيه من الخبر الفظيع ده، موت قدوته خلاه فضولي أكتر. هو سأل زميله لو كانت عمل تشريح لجثة دكتور جيكوب، وزميله رد وقال له أيوة، وقال له إنه ممكن يجيب له السجلات لو هو محتاجها. هو رد عليه وقال له لا أنا أروح بنفسي وأشوفها حالا. بعد دقايق قليلة دكتور إجناز كان قاعد في مكتبه بيدرس تقرير التشريح بتاع دكتور جيكوب، واللي لقاه في الصفحات دي أذهله. الطبيب اللي عمل تشريح دكتور جيكوب كتب وصف تفصيلي للي لقوه جوه جسم الرجل الميت ده. اتضح إن بطن دكتور جيكوب كانت ملتهبة ومليانة بقرح وصديد، وده كان بالظبط زي اللي بيحصل للسيدات اللي بيموتوا في القسم الأول. ده طبعا كان غريب، لأن الإجماع الطبي وقتها كان إن السيدات اللي لسه والدين بس هما اللي ممكن يصابوا بحمى النفاس. بس تقرير تشريح دكتور جيكوب كان كأنه بيثبت إن الفكرة دي غلط. إجناز فكر في الموضوع كله. قدوته كان بيعمل تشريح للسيدة ماتت وعلى ما يبدو بحمى النفاس، وبعدين جيكوب اتجرح في صباعه، الجرح ده اتلوث وأدى لموته. فده كله بيشير لاحتمال واحد منطقي بس، دكتور جيكوب أكيد اتعدى بالحمى بتاعة النفاس من الجثة دي، وإنها بطريقة ما دخلت جوه الجرح ده، وعشان كده هو مات.
كل حاجة وضحت بالنسبة له. حل لغز القسم الأول كان قدامه، كل حاجة كانت بترجع للمشرحة. دكتور إجناز كان عارف إن كل صباح الدكاترة وطلبة الطب بيخلصوا تشريحات في المشرحة. هو كمان كان بيعمل كده، وزي الدكاترة طبعا في كل مكان في الأيام دي كانوا بيعملوا شغلهم كله بإيديهم بدون استخدام جوانتيه. وده السبب اللي خلى دكتور جيكوب يتجرح بالسهولة دي. بعد كده، بعد ما بيكونوا غطسانين تماما في جثث ميتة غالبا بتكون مليانة أمراض معدية، كانوا بيطلعوا على طول على الأوضة بتاعة الولادة عشان يولدوا السيدات، وغالبا من غير ما يغسلوا إيديهم. وهو بيبص على تقرير التشريح بتاع دكتور جيكوب افترض إن هو اتعدى بالحمى بتاعة النفاس دي. يعني كان بيعتقد إن الدكاترة نفسهم هم السبب في الحمى اللي كانت بتحصل للسيدات دي، بمعنى إن موضوع إن هم بيطلعوا من المشرحة بدون ما يغسلوا إيديهم يروحوا القسم كانت بتنقل أمراض. وسبب إن القسم التاني كان محمي إن الدايات ما كانوش بيحضروا أي حاجة في المشرحة. دكتور إجناز كان عنده تفسير واضح لنفس الحاجة دي ما كانتش بتحصل في القسم التاني اللي كانت بتديره الدايات، وده لأن الدايات ببساطة مش بيعملوا تشريح، مفيش أي طريقة ممكنة إن هما يلمسوا الجثث المصابة بالأمراض وينقلوها للسيدات التانية. هو في الوقت ده طلع يجري على القسم الأول. اكتشافاته دي ممكن إن هي تنقذ أرواح جديدة. أول ما وصل لأوضة الولادة الأولى أعلن إعلان إن هما بعد ما يخلصوا التشريح بتاعهم كل الدكاترة وطلبة الطب هيكون مطلوب منهم إنهم يغسلوا إيديهم في محلول كلور قبل ما يدخلوا القسم الأول. الكلور في الوقت ده كان واحد من الكيماويات القليلة المعروفة اللي بتقدر تشيل ريحة الجثث تماما من الهدوم والأدوات الطبية وجلد الإنسان. الدكتور كان مقتنع بنسبة 100% إن هما لو غسلوا إيديهم كل حاجة هتتحل. ونتائج السياسة بتاعت غسل الإيدين الجديدة دي كانت مذهلة. في إبريل 1847 القسم الأول كان معدل الوفيات فيه 18.7%. أما بقى بعد ما بدأوا إنهم يهتموا بنظافة إيديهم بحلول شهر يونيو معدل الوفيات نزل ل 2.2% بس، يعني تقريبا زي القسم التاني. الجراثيم اللي كانت بتتنقل دي هي السبب في كل حاجة. في الوقت ده فكرة غسيل الإيدين بأي حاجة أكتر من مجرد مية كانت فكرة متطرفة تماما. يعني دكتور إجناز في الحقيقة واجه رد فعل عنيف جدا بسبب سياسته المقترحة دي. دكاترة كتير في مستشفى فيينا كانوا بيستهزئوا بالموضوع ورفضوا إنهم يتبعوه، لأن حسب كلامهم الدكاترة دول إيديهم نظيفة تماما ومينفعش إن هي تتغسل. دكتور إجناز حاول إنه يحاربهم، بس في النهاية للأسف خسر وظيفته وللأسف اترفد من المستشفى. هما كانوا مقتنعين إن الموضوع مش بيفيد في أي حاجة. المستشفى رجعت لطريقتها الغير صحية تماما في إن هي متطلبش من الدكاترة وطلبة الطب وكل اللي شغالين إنهم يغسلوا إيديهم. الموضوع أخد 20 سنة كمان عشان نظرية الجراثيم تنتشر في أماكن تانية، وعشان غسيل الإيدين بالكيماويات المضادة للبكتيريا يبقى شائع في المنشآت الطبية. بس للأسف لما جه الوقت ده دكتور إجناز كان مات. وتوفى سنة 1865 بعد ما أصيب بعدوى بكتيرية في الدم اسمها تسمم الدم. والغريب في الموضوع إن هي جاتله بعد ما جرح في إيده اتلوث. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملولي لايك وتقولولي رأيكم في الكومنتات، وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة.